السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكل المشاهدين الكرام اللي يتابعوا فينا دائما ودوما على قناة فزان الفضائية، وكل يوم اثنين الساعة 8 مساء في برنامجنا هدرزة شباب. معي أنا مراد طويل. مرحبا بكم من جديد. اليوم فقراتنا متنوعة زي العادة، فقرة فن وجديد الأخبار الفنية وخبر غاية في الروعة بخبر على الفنانين والمبدعين الليبيين. تهنئة أكيد بداية الحلقة ما نقدرش نبداها من غير ما نهني كل كادر عمل مسلسل فوبيا عليه التتويج في أكيد حنقول في شني، لكن في فقرة فن. هذا في فقرة فن والمزيد من الأخبار أيضا الفنية، بالإضافة لفقرة تكنولوجيا جيل تكنولوجيا لهذا اليوم. عندنا حاجات غاية في الروعة. أيضا في فقرة كلينيك وصحة حتكون عندنا حصاد لأبرز الأشياء أو النتائج الصحية الكبيرة اللي طلعوا بها الأطباء والبروفيسورات في العالم في سنة 2013، باعتبارنا خلاص يعني آخر يومين في هذه السنة. أيضا في فقرة مشكلتي بإذن الله حنتكلموا عن دور وزارة الشباب والرياضة ومدى تلبيتها لرغبة الشباب وتطلعاتهم. أيضا حيكون معنا أيضا حنتكلموا عن النشاط الجامعي ومدى أهميته وشن هي النشاطات الجامعية اللي حاليا قائمة. في فقرة شباب ستار حيكون معنا أكيد الفنان الشاب والمتألق محمد شليبك. خلوكم معنا أكيد وتتواصلوا معنا دائما على نفس رقم الهاتف 021 712 1144. الرقم حيطلع في الشاشة أكيد. أيضا تتواصلوا معنا عن طريق صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صفحة هدرزة شباب، من خلال تعليقاتكم سواء على ستيت فقرة شباب ستار أو على ستيت فقرة مشكلتي لهذا اليوم. خلوكم معنا على طول في أولى فقرة برنامجنا وفقرة فن. لازم تكون في قبضة أمنية حديدية فكك من جو القذافي اللي قاعد فيها يا رجل. شنو القذافي هو اللي اكتشف افريقيا وانا ما ندريش ولا كيف. الله اكبر. تجاوزاتك كثرت يا سيد. يعني مستحيل. ما نسجلوش في أزلام النظام السابق. المرشح الرئاسي عن حزب البالة يصف أنصار حزب التلاقح الوطني بأنه من الأزلام. انفجار صاروخ حراري في إحدى العمارات انطلق من إحدى مقرات الميليشيات. زيد برويطة ثانية سلاح. اليوم شوف كيف خششها بعض. صار قلتوا لي مسلسل درام. ما احنا نبغى نصوروا الواقع. وليت مدير واحنا ما ندروش ولا كيف؟ لازم نغير استراتيجية. فوبيا رمضان 2013. هذا كان طبعا فيديو لمسلسل فوبيا، لقطات من المسلسل اللي فاز بدرع مونديال القاهرة الفني. وأكيد مش حتفوت الحلقة ولا حنبدوها من غير ما نشكره السيد سراج هويدي كاتب هذا العمل والمؤلف معنا على المكالمة. ألو، السلام عليكم سراج. مرحبا، السلام عليكم. بخير مراد. وعليكم السلام، مرحبتين بك سراج. وبداية مشكور جدا على تواضعك وعلى دخولك معنا في المكالمة هي، وألف ألف مليون تريليون مبروك على الجائزة على مونديال القاهرة الفني. سراج قبل ما تقول لي الله يبارك فيك ومنور الحاجات هي، بالله عليك شنو شعورك لما كنت في القاهرة وصار وعلنوا اسمكم وفزتوا بالجائزة هي؟ اولا لنا الشرف اكيد ان نكون معكم اليوم، يعني تحيه للمشاهدين اكيد،
بارك الله فيك على المقدمة الحلوة هذه. طبعا أكيد شعور رائع يعني إنك أنت تكون جائزة يعني جائزة عربية ترفع اسم ليبيا يعني ينشر اسم ليبيا يعني في المهرجان. أعتقد أن هذا شيء رائع جدا يعني، وأكبر مكسب يعني في الجائزة هو ذكر اسم ليبيا يعني مقترن باسم الجائزة. وهذا اللي نطمح له احنا من قبل يعني ان تكون الدراما الليبيه متواجده في محافل كبيره يعني عربيا، وان شاء الله حتى قدام عالميا. ليش لا يعني؟ مش ناقصنا شيء، مش توصل الدراما الليبيه يعني، ناقصنا فقط الامكانيات يعني. اكيد صح. سراج بالله عليك، قصدي كميه الدفع المعنوي اللي حصلتها انا متاكد ان هي كبيره من الجائزه هي. فهذا شيء اكيد يخليك انك انت تطمح للاحسن، ويخلي على كاهل سراج هويدي وكامل كادر العمل ثقل كبير جدا بأن أي شيء عمل حيكون مستقبلا لازم ما يكون موازي لفوبيا 1، أو إنه هو لازم يفوت في كل شيء، في النجاح في كل العمل. فمعناها الجاي شنو حيكون؟ أعطينا حاجة حصرية مثلا هيك شنو تودوا السنة الجاية، أي حاجة كويسة منك. أكيد هو الجائزة تعطي دفعة يعني، أي جائزة سواء محلية أو عربية يعني تعطي دفعة للمبدع إنه يعطي أكثر ما عنده يعني. واكيد انه يجب ان يكون هناك تجديد يعني. لا النسخ نفس نسخ فوبيا اعتقد من اعمال سابقه يعني، كانت البلاك كوميدي الكوميديا السوداء. هذا نسخ لوقته يعني، واعتقد ان التجربه القادمه لن تكون هناك كوميديا سوداء يعني، حيكون في دراما متصله ان شاء الله. العام الجديد حيكون ضخم ان شاء الله، انتاج ضخم، وحيكون في دراما يعني متصله يعني، حتى تأرخ لفتره ما قبل الثوره والثوره من بعد الثوره يعني. وهذه اعتقد انه اول مره نتحدث عن العمل يعني في قناه يعني تلفزيونيه. كويس، بارك الله فيك. وان شاء الله يعني حيتم الاعلان عليه في نهايه شهر واحد ان شاء الله. حيكون في مؤتمر صحفي، وهنعلنوا على اللوجو المسلسل، ونعلنوا على الكادر الفني وكل شيء، التفاصيل كلها حتكون في نهايه شهر واحد ان شاء الله يعني. باهي يا سراج، المسلسل ان شاء الله حيتم عرضه باذن الله بعد ما تخدموا عليه في شهر رمضان الجاي معناها. اكيد، لان السوق معروفه يعني، سوق العرض الدرامي يعني دائما مش في ليبيا بس يعني، حتى المستوى العربي دائما في رمضان يعني، لان الميزانيات وكل شيء يوصل برمضان، نسبه المشاهده العاليه دائما تتم في رمضان يعني. باهي يا سراج، بالله سؤالي اخير ليك، امتى حنشوفوا اعمال ليبيه تعرض برايك انت طبعا تعرض على قنوات عربيه؟ والله شوف الموضوع هذا مش بعيد ان شاء الله، ان شاء الله قريبا. احنا كنا في مصر يعني، الفكره هذا خبر جديد ليك حتى هو. في مصر قعمزنا مع مسؤولين في التلفزيون المصري وشاهدوا العمل، وكان كان لهم وجهه نظر يعني، ان هم اول شيء تفاجئوا بالمستوى اللي وصلوا له الليبيين يعني في الدراما، خصوصا البلاك كوميدي هذه اللي مش موجوده في مصر يعني حقيقه يعني. وحاليا في مفاوضات بيننا وبين الفضائيين المصريين، يتم عرض مسلسل سوري على القناه الثانيه المصريه ان شاء الله، ولو اول ما يتم الاتفاق ان شاء الله حنعمل عليه يعني. وناكد لكم ان شاء الله احنا بس ينقصنا زي ما قلت لك نخدموا على ما يسمى بالساعه التلفزيونيه يعني. السوق العربي يعرف بشيء اسمه ساعه تلفزيونيه، اللي هي اللي تكون زي ما حلقه 42 دقيقه طبعا مع تيم البدايه والنهايه، وربع ساعه اعلانات، هذه تسمى ساعه تلفزيونيه. احنا لو نخدموا على التايم هذا ان شاء الله، باللهجه الليبيه هي لهجه مفهومه، واكثر لهجات المغرب العربي يعني ما باقي الشعوب العربيه. فاعتقد اننا حنوصل يعني، لو كان في كواليتي الصوره وكان في نص جيد يعني، مش حينقصنا شيء يعني. مش لا هو اكيد ما دام النص بتكتب انت يا سراج ما حيكون نص ممتاز، مش حتى مش نص جيد يعني. الله يبارك فيك اخوي عمار، الله يبارك فيك، شكرا. الله يبارك فيك. مبارك مره ثانيه يا سراج، وناخذ رايك بس في فوز قناه فزان ايضا في مونديال القاهره بجائزه الاعمال المتكامله. والله شوف، اول شيء انا تحيه قناه فزان، لانها كانت القناه الوحيده اللي غطت المشاركه الليبيه يعني. انا تفاجات يعني عزوف كامل من القنوات الليبيه، عندنا اكثر من 40 قناه على المأساة، ما فيش ولا قناه كانت متواجده في المهرجان الا قناه فزان يعني. اول شيء تحيه لكم، ونهنيكم على الجائزه اللي حزتوها. طبعا اول ما يذكر اسم ليبيا كنا نصيح احنا، بالتالي وفد فوبيا يعني شركه ارت برودكشن ومصر، فكنا فرحانين يعني لاي تتويج ليبي يعني. واي تتويج ليبيا هذا التتويج اللي كنا وشيء فرحنا الحقيقه يعني، يعطينا دفعه للامام يعني. ان شاء الله يا رب ديما جاي خير بسوعدكم سراج، وايضا الف مليون مبروك لاسامه رزق وكل كادر العمل. وان شاء الله يا رب العالمين انت وعدني الاسبوع الجاي حتكون ضيف حلقتنا في شباب ستار، فمن توا على الهواء مش تقول بنغيب الحلقه الجايه. تمام ان شاء الله، لي الشرف والله لي الشرف. ربي يحفظك سراج، مشكور، بارك الله فيك، والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، شكرا. السلام عليكم. الخبر طبعا كان قمه في الروعه.
ان سواء مسلسل فوبيا، سواء فوز قناة فزان أيضا في مونديال القاهرة، أيضا الإعلامي حميد الصافي، هادم صراحة اللي نعرفهم فازوا في هذه الجائزة. فنطمح ديما أن احنا مستقبلا ديما تكون عندنا اللي هو المشاركات العربية، وتكون عندنا أيضا التتويج ليش لا والمنافسة عربيا. ثاني خبر اليوم معانا نطلعوا من الخبر الليبي الفرحة وخشي وأوكي خلاص. تو الخبر اللي بعده تفاصيل ألبوم وائل جسار في حضرة المحبوب 2. يستعد الفنان وائل جسار لطرح ألبومه الديني الغنائي الجديد والذي يحمل اسم في حضرة المحبوب رقم 2. أكد محمد أبو تكية مالك شركة ميوزك مصر التي تتولى توزيع الألبوم أن الألبوم سيتم طرحه مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في منتصف شهر 1 الجاي. وأوضح أبو تكية أن الألبوم حيضم 10 أغنيات ستبدأ حملة الدعاية الخاصة بها قريب جدا إن شاء الله. ويضم الألبوم أغاني سجد لما اتولد، الرسول قال لليمام، الله وحده ورب العرش، والعديد من الأناشيد الأخرى. وأضاف أن جميع أغاني الألبوم من كلمات الشاعر نبيل خلف ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أسامة الهندي، ما عدا أغنية بنجوس اللي هي أغنية كيف خشنة من توزيع عادل عايش. من ناحية أخرى يحيي الفنان وائل جسار حفل ليلة رأس السنة في القاهرة وتحديدا في فندق سامي رميز. ثالث خبر اليوم معنا هو عن الممثلين المصريين. نضال الشافعي والممثل المصري الكبير حسن حسني حيشاركوا في مسلسل سعودي قريبا جدا. أكد الفنان السعودي خالد سامي أن اتفق مع عدد من نجوم التمثيل في مصر عليه المشاركة في بطولة المسلسل الجديد اللي حيديروه، وحينتج هو ويشارك في بطولته أيضا، يعني إنتاج ويشارك في بطولة كل شيء هو. وأوضح أنه عاد منذ أيام من القاهرة بعد ما تفق مع حسن حسني ونضال الشافعي وأسامي مصرية أخرى مباش يذكرها على المشاركة معاه في بطولة مسلسل كوميدي اجتماعي سعودي تدور أحداثه في المملكة بمشاركة شخصيات عربية من مصر وسوريا والأردن، مبينا أنه بصدد التحضير الفعلي للمسلسل الذي يحمل صبغة عربية، ولافتا إلى أنه ينتجه بنظام المنتج المنفذ حتى يبيع لمن يرغب من القنوات الفضائية، ومشيرا إلى أن التصوير سيبدأ خلال شهر 1 الجاي في السعودية، فيما لم يحدد بعد عرضه قريبا أو رمضان الجاي أو لا. الخبر اللي بعده على النجمة العالمية بيونسي وزعت 37,500 دولار على معجبيها. بدخ. فاجأت النجمة العالمية الناس الموجودين في مركز تسوق في ولاية ماساتشوستس عندما حضرت للتسوق من أجل ابنتها. طبعا ماشية بتدير شوبينج للبنية الصغيرة، وزعت لما هي تدير في الشوبينج على رواد المركز هو قسائم شراء بقيمة 37,500 دولار أمريكي. طبعا كنا نندر عليها رمشانة حتى احنا على طبعا اللافت في الموضوع ان في جولة التسلق كانت عفوية. اللقطة هي كان عندها بطاقات معايدة، قيمة كل بطاقة 50 دولار لكل قسيمة، المجموع كان 37,500. بالتالي وزعت بيونسي حوالي 750 بطاقة على 750 شخص، كل واحدة تحتوي على 50 دولار لكل قسيمة عيدية. أخيرا في فقرة فن لهذا اليوم حتكون عندنا مجموعة من الصور حنشوفوها الآن على النجوم العرب اللي قلدوا مشاهير من هوليوود. شباب لو نشوفوا الصور توا. أوكي، أول صورة هي لتامر حسني. طبعا هذا كلها واخدينها من كفر متاعات ألبومات. تامر حسني كان يقلد في أحد الفنانين الأتراك في الصورة، عمرو دياب يقلد زي ما تشوفوا في مساري، وعندنا أيضا جينيفر لوبيز كانت تقلد في إليسا، عمرو دياب نفسه يقلد في إنريكي إغليسياس لكفرات الألبوم متاعهم اللي فاتوا. نوال الزغبي أيضا تقلد الفنانة الإسبانية تاليا، ومن تاني حيجي بعدها يلا ديروا موجة. نوال الزغبي أيضا تقلد في بيونسي، وأخيرا تامر حسني، عمرو دياب، أخيرا إليسا تقلد في جينيفر لوبيز. كل الفنانين كانوا يقلدوا في الكفرات متاعهم في الألبومات اللي فاتوا في نجوم عالميين، ولا واحد فيهم كان كرييتيف من غير اللي ذكرناه احنا. ختام فقرة فن لهذا اليوم أكيد معاكم أعزائي المشاهدين. على طول بعدها حتكون معنا فقرة موضة لهذا اليوم. يلا نخش فقرة موضة، حنقول لكم على سنة فقرة موضة.
فقرة ستايل موضة لهذا اليوم حبينا ان هي تكون شوية مختلفة، حبينا تكون حاجة جديدة، وباعتبار ان احنا ديما نحاولوا ان يعني في فقرة موضة ديما نحاولوا ان احنا نعطوا اخر حاجات في اللبس سواء للشباب سواء للبنات، طريقة اللبس الأخيرة، كيف ان هم يكونوا كلاس، كيف ان هم يكونوا ديما أنيقين. اليوم من ضمن الأناقة هي حابين نعلموا الشباب اللي ما يعرفوش، طبعا في اللي يعرف، فقرة موضة اليوم حتكون عن اتيكيت الأكل في المطاعم الراقية، كيف انك انت لما تكون في مطعم راقي تكون انسان راقي. يعني المصور معي بشوفه يقول ما تاكلش بيديك وتبدا تلوح وخلاص، لا، في طريقة للأكل. يعني مرات انت تقعد حال فمك بصراحة بالليبي في سفرة قدامك عليها قرب 10 كواشيك وعليها موس وعليها فركاتا وعليها حاجات غريبة صراحة. فكيف تعرف تاكل، طريقة الأكل وبعض العادات اللي انت لازم ما انك انت ما تديرهاش لما تكون موجود على سفرة أكل كنوع من الاتيكيت، سواء كان يعني لو كان رجل كان تكون جنتلمان، ايضا لو كانت سيدة بس تكون قمة في الرقي والذوق. خلونا مع الفيديو هو اللي حتتكلم فيه الليدي بالانجلش. اللي ما يفهمش انجلش بعد الفيديو حنعطيه ملخص على شنو قالت في فقرة اتيكيت لهذا اليوم. Oh, thirsty. Excuse me. Hello? Yeah, I'm right in the middle of a dinner party. Yeah, I'll call you back later. Bye. Have you seen that behavior before? Answering the telephone while you're sitting at a table, slouching, elbows on the table, slurping coffee. Just things you should never see. And you know, if you teach your children good manners at a young age, they won't be making these mistakes as adults. So let's start talking about how you should behave and how you should set a table. Okay, let's start by setting the table. And a great rule of thumb is solids to the left and liquids to the right. If you remember that, you'll remember where to put the bread and butter plate and where to put the crystal. With the flatware, when one's eating, you start from the outside and work in. And again, if you remember that when you're setting a table, everything will run smoothly. So let's start with the dinner plate, which sits at the center of your place setting. So that will be placed in the center. And today we're going to serve salad. So next we'll put the salad plate. But for the first course, we're going to have soup. I wish this were true, but it's not. This is all pretend. The bread and butter, because it's a solid, I remember that that goes on the left. And we've got our coffee cup on the right. And now for the crystal. The water goblet always goes on the outside. And today we're going to serve white wine and red wine. And these go in the order that they're going to be used. The red wine will go with the main course, so that will go next. And the white wine will go with the soup and the salad. So we place that there. And lastly, the napkin to the left of the dinner plate. Now for the flatware. We'll start with a dinner knife and fork, going either side of the dinner plate, followed by the salad fork. Our teaspoon will go to the right of the dinner knife, and lastly our soup spoon. And different countries do place settings in a slightly different form, but normally it is nice to have a fork and a dessert spoon to eat your dessert. So we put the dessert spoon on the top here and behind the dinner plate, and the dessert fork going the other way. And the butter spreader always across the top of the bread and butter plate. And here we have your place setting. And the good thing about this, if you're a hostess and you set the table as it should be set, it clues your guests in to what they should use first. Because with flatware, you work from the outside and work in. So your guests can see that there's a soup plate. What spoon should I use? Here is the soup spoon on the outside. And don't put anything on the table that you're not going to use, because it really confuses your guests and creates more washing up for you. So how about a nice centerpiece?
You can use fresh flowers. You can use fruit, greenery cut from your yard, or even candles. Let's start with a demonstration of a centerpiece. This is just a beautiful vase with beautiful irises in it. But can I see the guest opposite me? No. Beautiful, not a good idea. But here we have a small vase with some daffodils in. And this vase, by the way, is an heirloom piece. So if you do have any heirloom pieces that have been given to you by your family and you're having a family gathering, why not use them? Because it evokes so many memories and good conversation. Another super way of accenting your table, especially if you're having a dinner party in the evening, is the use of candles. But always remember to buy the unscented kind, because you don't want the scent of the candles to detract from the beautiful aromas of your food. And do remember to never leave the table without snuffing the candles out, because you can imagine my surprise when I left the dining room one time, turned around, and the candle and the accents around the candle were on fire. Now ladies, I know that equality is the name of the game, but etiquette dictates that the gentlemen should always assist the ladies to sit down before they do. Thank you, Wendell. Once all the ladies are seated, the napkins are placed on the lap and stay there for the duration of the meal. At the end of the meal, just place your napkin unfolded on the left-hand side of the table. Now, if you need to leave the table for any reason during the meal, leave your napkin on the chair, and that indicates that you'll be returning. Now for some additional tips. If a guest asks you to pass the salt, etiquette dictates that you don't pass the salt on its own, but you pass the salt and the pepper. They should always stay together. Vegetable bowls. These should always be passed in an anti-clockwise direction. But if there's one in front of you, feel free to help yourself before passing it on to the guest to your right. I'm just going to move these flowers so you can see the place settings better. There are two things on the table that can be there before the guests sit down. The water goblet, so nice when the guests sit down to have nice ice cold water ready for them. And if you are serving a salad as a first course, that too can be put on the plate ready for you to use. And when eating soup, always eat the soup away from you. Like that. Okay, we've finished with the soup, we've finished with the salad, and we've finished our meal. How do we leave our knife and fork? Always together. Like that, or even to the side. Like that. But never, ever like that. Enjoy. Oh, thirsty. بعد ما شفنا الفيديو الآن في فقرة ستايل موضة، اليوم قلنا نحن شوية حاجات هيك حركات وجو اتيكيت ناس راقيين هيك، لازم احنا نكونوا ناس راقيين يعني، فحبيت نوري بعض الناس ان هم ياكلوا بطريقة صحيحة. اغلب اللي قالتها السيدة اللي كانت في الفيديو طريقة ترتيب السفرة لبعض البنات اللي مثلا حابة ان هي تدير سفرة تكون منظمة بالطريقة الراقية الصحيحة، انك انت مثلا الوجبة لما تكون متكونة من سوب اللي هو الشوربة، وبعدين سلطة، وبعدين الوجبة الرئيسية تكون الصواني الكبيرة بكل متاع الوجبة الرئيسية اللوطة، تحط فيها الصينية اللي بعد متاع السلطة، وبعدين الصينية متاع اللي هي الشوربة. فحتى لما تقدم انت ما تقدمش سلطة قبل الشوربة، لا، شوربة بعدين شوربة بعدين سلطة، وبعدين المين الوجبة الرئيسية، وصح عليكم الماكلة. من هنا من الجهة هي اليمين تحط المشروب اللي بتحطه، ومن الجهة اليسار إذا كان بتحط حاجة صلبة. بالنسبة للأكل بالشوكة والسكين لازم أنك أنت طبعا لما تبي تاكل طبعا عندهم هم في الطريقة البريطانية انك انت تكون ماسك
الشوكه باليد اليسار وتقص بالموس باليد اليمين، لكن بالطريقه الامريكيه بامكانك انك انت ما تاكلش باليسار، بامكانك تقص تاخذ باليمين وبعدين تاكل واحده واحده عليك. مش معانا طبعا احنا هنا مع الوحوش اللي نعرفهم احنا متاعين الماكله دوكا ماي دوح طول ما يمشيش معانا احنا، لكن كانك انت صدفت وطلعت ولا خشيت ولقيت روحك في مكان يستاهل انك انت تاكل فيه بالطريقه هي، وبالتالي كول. طريقه حطان الشوكه والسكين لما تكمل ماكله ما تحطهمش هيك، لا واضح من الصوره، تحطهم جنب بعضهم وتحطهم في وسط الصينيه. ايضا ايديك لما تكون مقعمز على الطاوله رد بالك حسب ما قالت هي يو نيفر ايفر رد بالك بكل تحط ايديك اللي هم مرفقك على الطاوله اطلاقا. بامكانك انك انت تحط ايديك هيك، لكن الباقي كله لما تاكل ايديك فوق ولما تاكلش ايديك لوطه هيك وتتكلم وتهدرز وعادي وبعدين ترجع تاكل. اذا كانت تبي في نص الماكله توقف ماكله تهدرز تبي تنوض اي حاجه، الموس ينحط على الطرف هواء نتاع الصينيه القدامي والشوكه تنحط على الطرف اللي قدامك، يعني تنحط في الصينيه ولكن على الحاشيه من هنا والحاشيه الثانيه من القدام على الحافه، ما تحطهمش على الجناب. اذا كانت بتنوض وتخلي كرسيك فاضي تلقى الفوطه حطها في مكانك باش يعرفوا لو كان جاء اي حد جديد يعرف ان المكان هو مكانك. نصائح على السريع في بدايه الاكل انك انت ما تبداش تاكل اول واحد، استنى لين يقعمزوا كلهم ويحضروا روحهم للاكل بعدين تبي تبدا تاكل عادي. مش معناها قصدي رجعهم يبدوا ياكلوا، لا عادي ابدا انت الاول، لكن شني لما يكونوا كلهم حاطين الفوطه متاعهم ومستعدين ان هم ياكلوا. ثاني حاجه رد بالك تتكلم وفمك معبي بالماكله، لازم انك انت تمضغ وفمك مسكر، يعني مش ضروري يشوفوا فيك شنو اللي تاكل فيه، يعني كول بينك وبين نفسك. هذه ابرز الحاجات اللي كانت اليوم. الحلقه الجايه ان شاء الله حنحاول اننا نتكلم على البادي لانجويج وكيف انك انت لما تتعامل مع الناس تكون طريقه تعاملك مع الناس معتمده على البادي لانجويج نتاعك باش انك انت تعطيهم جود اكسبريشن انه هم يكون عندهم انطباع جيد عليك. الان عندي مكالمه انا اخذها بعدين نخش الفقره اللي بعدها. عندي حنين من سوق جمعه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام. حنين مرحبا. مرحبتين. كيف الحال؟ تمام الحمد لله تمام. شو اخبارك يا مراد؟ الحمد لله يا حنين. شنو الجو؟ تمام تمام الحمد لله. حنين شو رايك في الفيديو اللي شفتيه توه اتيكيت الماكله؟ يمشي معاك ولا يمشيش معاك؟ حنين نعم يمشي معاك الفيديو اللي شفناه توه متاع الماكله ولا يمشي معاك؟ 100. شنو يمشي معاك ولا 100. من نوعيه الناس اللي ياكلوا حتى في السفره؟ زعلت شكلها ولا الخط فصل. نرجع من جديد لفقرة تكنولوجيا، لا فقرة كلينيك الآن عندي. زي ما قلت حنتكلم فيها على أبرز الاكتشافات العلمية والطبية اللي كانت في سنة 2013. رقم الهاتف قبل ما نخش في الفقرة 712 11 44 021 712 11 44 لكل من شد معاه الخط وحصلنا وقت كيف نزرقوه إن شاء الله يتصل بينا. الآن فقرة كلينيك، خليكم معنا. أهم الإنجازات الطبية اللي كانت في سنة 2013 زي ما تقول حصى ضكي على السريع. حنشوفوا فيديو الآن حنعلق عليه هنا. في سنة 2013 الفيديو حنشوفوه توا. صارت فيه هلبة من الإنجازات الطبية، لا سيما ما يتعلق منها بالعلاج الجيني وتطوير الخلايا الجذعية، لكن بعض التقارير تشير في المقابل إلى إخفاقات أخرى في الصعيد الطبي مرتبطة بمدى وصول الأدوية إلى مناطق فقيرة، ما يهدد بانتشار الأوبئة وفيروسات من نوع آخر قد يمثل خطر حقيقي على الإنسان. طبعا منظمة الصحة العالمية وكيف أن هي مهتمة بأفريقيا والأدوية اللي ما توصلش للقارة السمراء، في بعض المناطق منها يعني ما يحصلوش في الدواء فتنتشر الأمراض. مش إن هم خايفين عليهم مثلا يعني إنسانيا، هي أكيد هيك، لكن لازم احنا نفكروا بشويه خبط. خايفين على روحهم اكيد من هجره غير شرعيه اللي بتمشي لهم في بالمرض وجوها. فماذا بيهم اقل شيء اللي يجوهم اللي يوصلوا لهم يوصلوا وهم صحه، واللي غرق طبعا اللي قلتهم. تصدرت كبريات المؤسسات الطبيه الاعلان عن انجازات كثيره، منها تطوير الخلايا الجذعيه وزراعه الاعضاء،
إلى التوصل لتقنيات طبية دقيقة جدا جدا. في الربع الأول من سنة 2013 تم الكشف عن تطوير زراعات للوجه واستخدام أنسجة حية من جسم المريض المتضرر نفسه بعد أن كانت مقتصرة على متبرعين. أيضا زراعة الوجه جزء كانت من عمليات متعددة تشمل أعضاء أخرى في الجسم، من زراعة الكلى وتطويرها إلى زراعة يدين لشخص فقدهما في حادث، ثم زراعة رحم لامرأة تركية. كلها عناوين تفوقت فيها على العناوين السياسية في سنة 2013. عام 2013 هو عام اكتشافات علمية وطبية قد ترشح لأن تكون من أهم الإنجازات، فمجلة ساينس الأمريكية كشفت عن أبرزها وتربع التعديل الجيني والدخول في صميم البروتينات لإنشاء دفاعات مضادة للأمراض على رأس القائمة. وكانت أنسجة الدماغ المرئية وطريقة تصويرها أحد أهم الاكتشافات، ما يزيل أكبر عقبة أمام الطريقة التقليدية لتصوير الدماغ، خصوصا فيما يتعلق بتصوير الأغشية الخلوية للدماغ عبر الضوء، ما يجعل أنسجة الدماغ شفافة ومرئية وسهل جدا أن تشخص الأمراض بها. على صعيد النكبات الصحية، عادة فيروسات وأمراض وأوبئة كانت بحسب بعض الأطباء منقرضة ومخفية رجعت في سنة 2013 وضربت بوحشية لأجسام المصابين بها، ويشكل حتى يعني ورجع المرض بشكل قوي وعنده مناعة ضد العقاقير والأدوية اللي كانت تقاوم فيها قبل، زي الفيروس التاجي كورونا اللي اكتشف في عام 2013 وسموه بعدين متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهو مرض استدعى المؤسسات العربية والعالمية لمحاولة تطويقه ومواجهته. وفيروس شلل الأطفال اللي يرجع من جديد للأسف في سوريا التي لم تعاني منه من قبل يعود بصفة أخرى وبشكل آخر يسميه الأطباء شلل الأطفال البريء أو الوحشي، إذ أنه يهدد بالانتشار في حالة لم يتم تطعيمه ضده وتطويقه، وقد يتجاوز الحدود لينتشر في مناطق مختلفة من العالم ويهدد ليس الصغار فقط إنما الشباب أيضا. ما بين الإنجاز والإخفاق فإن جهود العلماء مستمرة لإيجاد علاجات وعقاقير تمهد لثورات طبية قد تكون عالمية يمكنها تجاوز الصراعات البشرية بين الدول، وهدفها الأول والأخير هو صحة الإنسان ووضع سلامته على سلم الأولويات، لكنها مع ذلك قد تحد من قيمة الدواء العلاجية، خصوصا فيما لو كانت محدودة فقط لفئة قليلة من الناس، فئة قد تستطيع تناول عقار التهاب الكبد الفيروس السي مثلا وتتعالج منه رغم كلفته الباهظة التي تصل إلى آلاف الدولارات للجرعة الواحدة، بينما لا يستطيع مئات آلاف فقراء العالم الحصول على وصفة طبية بسيطة. هذا كان هو الحصاد الكلي لسنة 2013، أبرز الإنجازات، أبرز الإخفاقات، الأمراض اللي طلعت جديدة. فيروس كورونا رجع من جديد حاليا وموجود في حالات منها طلعت في المملكة العربية السعودية، حنتكلم عليه لأنه مرض يخص الشرق الأوسط أكيد في الحلقة الجاية. خليكم متابعين ديما لفقرة كلينيك في برنامجنا، وإن شاء الله يا رب ديما تكونوا بصحة جيدة. رقم الهاتف 021 712 11 44. نقرأ شوية تعليقات من صفحة البرنامج على الفيسبوك، برنامج هدرزة شباب، لكل من حاب يتواصل معنا. عندنا طبعا على موضوع حلقة اليوم، عندنا أنا سويت تقول بالتوفيق، عندنا في موفق يميرو بالنسبة لوزارة الشباب، طبعا موضوع الشباب هنجي بعدين. أيضا وردة الجوري إن شاء الله في الانتظار. نورة AD بالتوفيق في الحلقة الله يخليك. كريزي بطنط إيزي اقعد يا موفق يا ميرو منورة. ميمي علي بالتوفيق ميرو. أنوار نورة مساء الخير، تحياتي ليك أستاذ مراد وكالعادة مميز الله يخليك. لوجين دبل أو يا رب يوفقك ويعطيك كل خير. ونانا الورفلي بالتوفيق إن شاء الله. ما دخلكش فيا يناشب فينا منور. إيمان نسيم أيضا تعليق لي علاقة بموضوع حلقة موضوع فقرة شباب، فقرة مشكلتي، خليكم معنا أكيد اللي حنتكلم فيها اليوم عن دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب، وهل هم مرفهين عليهم وقايمينها بيهم ومدارين كل شيء يبوه ولا ما فيش منها الدواء. عندي مكالمة ناخذها بعدين حنخش على طول في فقرة تكنولوجيا. ألو السلام عليكم. مرحبا. ألو السلام عليكم. ايوه شو الاخبار؟ مرحبتين، مين معنا؟ معك سالم من غدوة. سالم محمد من غدوة. سالم محمد غدوة. معك سالم حسين من غدوة. اها مرحبتين بيك يا سالم، كيف الحال؟ تمام سالم تسمع فينا؟ ايه كيف الحال يا سالم؟ الحمد لله. شو اموركم؟ شو الامور؟ تمام. ايه سالم الى حد الان متبعنا دور وزارة الشباب والرياضة. يا سالم الحمد لله.
سالم نبي ناخذ رايك يا سالم، يا ريت تسمعنا طبعا من سماعه الهاتف وتسكر التلفزيون ولا توطي فيه. سالم، دور وزاره الشباب والرياضه مع الشباب، هل هم قايمين بواجبهم ولا لا في نظرك انت؟ يعني هل الشباب مقيوم بهم بالنسبه لوزاره الشباب ولا لا؟ طيبين فوجهم طيبين. سالم ما يسمعش فيا للاسف، شباب قصوا عليها مكالمه هي، فصعب جدا التواصل حاليا. على طول يا شباب عندنا فقرة تكنولوجيا. الآن ناخذ فقرة تكنولوجيا وأكيد راجعين بعدها مكملين باقي فقرات البرنامج. تكنولوجيا لهذا اليوم عندنا فيها أخبار على السريع نقولوهم باش بعدين يكونوا معنا ضيف حلقة فقرة مشكلتي. أول فيديو هو عليه عشاق الفيديو جيم. هنتكلم اليوم على لعبة فيفا. فيفا تستعرض فيديو لمحاكاة حركات جاريث بيل في اللعبة متاعها الجديدة. الفيديو طبعا يوضح أنه هو كيف الشركة اللي هي EA كشفت شركة الألعاب الشهيرة EA عن فيديو توضح من خلاله كيفية محاكاة حركات نجم كرة القدم الويلزي الشهير جاريث بيل. شباب الفيديو لازم نشوفوه توا باش نتكلم عليه، وتستعرض كيف تحصل يعني كيف حصلوا حركات اللاعب. لما تتفرج انت على جاريث بيل مثلا في بلاي ستيشن 3 ولا بلاي ستيشن 4 تستغرب من الحركات ان نفس اللاعب بالضبط قتلينا قتل. فكيف الطريقة هي حاليا نشوف فيه الفيديو جايبينها لايف عندهم وياخذوا منا في الحركات متاعها كيف انه هو يصوب، كيف انه هو يشوط، كيف يجري، كيف انه هو حتى يطيح، كيف انه هو يمثل على الحكم مرات. فهذا كله اخذوها وحطوها في لعبة فيفا الجديدة اللي حتكون 2014 وحيلعبوا بها كل شباب فيفا، ما هياش كونامي. لكن ايضا باقي اللعبه كل الرياضيين اللي في كل الفرق ياخذوا فيهم بالطريقه هي كلهم. كريستيانو وغيره اللاعبين المشهورين او اغلبيه الفرق طبعا، نادي زي نادي برشلونه مثلا مش نشجع فيهم انا ابدا ابدا، ولا اليوفي ابدا، ولكن من انديه كبيره زي هي جيب الملاعبيه كلهم ما تقدرش، بس انك انت تحاكيهم وتطلع اللعبه 100% نفس الرياضيين ونفس حركاتهم بالضبط. هذا اول فيديو كان معنا اليوم. ثاني فيديو شباب على طول نخشوا له اللي هو كانت فيه مقارنه شويه فيها جو ما بين نوكيا ما بين سوني زد جديد وتليفون نوكيا كساروا اللوزي. الاختبار هو فريد من نوعه. واحد كان عنده زوج تليفونات اكسبيريا زد وكان عنده نوكيا 3310، فولعهم الزوز ويبي يشوف المقارنه ما بيناتهم. طبعا المقارنه غير مقبوله، لكن المقارنه بس لنظام التشغيل، يشوف كيف نظام التشغيل، هل انه هو مثلا في الزد اسرع ولا في 3310 اسرع. فاكيد طلع انه هو ما فيش فرق كبير، وطلع انه زي الزد زي النوكيا 3310. فلكل ملاك نوكيا 3310 كسر اللوز ما تزعلش بكل زيك زي الاكسبيريا زد. ماشي الامور تمام. ناخذ بو رضوان من طرابلس بعدين نكمل اخبار تكنولوجيا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بو رضوان. الو. معك على الخط يعني معك. مين معنا رضوان ولا ابو رضوان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ ابو رضوان معك يا استاذ. اهلين يا ابو رضوان، كيف الحال؟ تمام. الحمد لله على المباشر ان شاء الله. ابو رضوان في فقره مشكلتي الجايه حنتكلموا على دور وزاره الشباب والرياضه، كيف ان هي قائمه باعمالها مع الشباب ولا لا. فانت شو رايك كاب ممكن يكون عندك اولاد شباب، هل الشباب في ليبيا قائمه دور الوزاره بدورها تجاههم ولا لا؟ والله يا استاذي الكريم بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه بصراحه جدا يعني فما مقصره نهائيا. انا ما شفت لهاش اي نشاط بصراحه. يعني انا متبع في المجال الرياضي، يعني انا نطلق على وزاره شعارات من اول ما استلمت لي توا. صممت شعار لروحها وصممت شعار ثاني مش عارف بتاع شنو، وهو عارض يقول لك بيصمموا شعار افريقيا 2017 ما تبيش تصميم شعار. تبي الدنيا يقطع على الارض. الو؟ ايه معك كمل ابو رضوان. يعني نحسها وزاره الشباب والرياضه هذه هي اللي مدبره مره واحده. صح.
ابو رضوان باي شو رايك انت؟ شنو هي الحاجات اللي ممكن تديرها؟ هذا حلم شعب. ابو رضوان خليك معي ناخذ رايك، وممكن مرات الحل ناخذوه منك انت. شنو في رايك انت الحل اللي ممكن تديره وزاره الشباب للشباب في ليبيا؟ الحل اللي نشوف فيه انها تهتم بالجانب الشبابي. حتى الكوره اللي تفرض على الشباب واللي تتم في الشباب هي كره القدم، تعرفها انت لعبه الشعبيه الاولى في ليبيا يعني. اكيد صح؟ ايه شوف زمان يعني كيف الناس كانت بعد العصر ب 3000 بال 4000 يمشوا لنادي الاهلي، نادي الاتحاد، يفرجوا على التمارين. صحيح. نقرات كذا. والله الدوري بدون جمهور، رياضه بدون جمهور. يعني ما فهمتش شنو وين يوصلوا يعني. والله من يتصف يعني في مقاطع كبيره الحق. يعني انت شو انت اللي شفت ان وزاره الشباب والرياضه دعتها من اجل انها تحقق الحلم بتاع الشعب الليبي في تنظيم كاس افريقيا 2017. حلم بالنسبه لنا. يعني شو انت عم تصير ملاعب يعني شو عم نلعب. بقى ابو رضوان انت هل شايف ان احنا حاليا بالامكانيات الحاليه هي قادرين ننظموا كاس افريقيا 2017 ولا لا؟ رايك الشخصي؟ حاليا ايه لا حاليا مستحيل، لكن لا قلبها على البلاد قلبها على البلاد ممكن يجيبوها يعني. في شيء صعب انت نزلت قدامك يعني 2014 كامله 2015 و2016 صح 3 سنين لو ان الاراده يعني زي ما تقول الوطنيه الشعب الليبي. صحيح. مشكور جدا يا ابو رضوان على مداخلتك معي، ربي يحفظك. واكيد اثار العديد من النقاط اللي تتخص بالرياضه والشباب، لكن اليوم نتكلم عن الشباب مش عن الرياضه صراحه، فحنتكلم عليه بعد اخر خبرين في فقره التكنولوجيا لهذا اليوم. باحثون بجامعه امريكيه ينجحون في طباعه مكبر صوت، ترى اقول شنو 3D ثلاثي الابعاد. نجح باحثون بجامعة كورنيل الأمريكية في صناعة مكبر صوت يعمل بكفاءة عبر تقنية الطباعة المجسمة، ويمثل هذا المشروع أول تجربة ناجحة لتصنيع جهاز إلكتروني متكامل من العدم باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وتتيح تقنية الطباعة المجسمة إمكانية طباعة أجسام ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد بلاستيكية بدلا من الحبر التقليدي. ويعتقد مطورو هذه التقنية أنه سيكون من الممكن في المستقبل طباعة أغراض صغيرة ومكونات وأجهزة في المنزل باستخدام هذه الطابعات. وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي تك هايف المتخصص في أخبار التكنولوجيا طبعا في أمريكا بأنه تم طباعة جسم مكبر الصوت المصنوع من البلاستيك والدوائر الكهربائية والمغناطيس الداخلي للمكبر باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد اللي هي جبناها في واحدة من حلقات برنامج هدرة شباب وحطيناها الفيديو إن في طابعة بدها تطبع 3D. فهذا الآن اللي تشوف فيه قدام الشاشة قدامكم واحد من نواتج الطابعة 3D، هي اللي هي سماعة وبكل الحاجات اللي مركبة في وسطها طبعاتها طابعة 3D. آخر خبر اليوم معنا هو شاحن، جهاز شحن موحد لكل الأجهزة اللابتوب حيكون قريبا في الأسواق. مع بداية عام 2014 الاي اي سي تعتزم منظمة التوحيد القياسي اي اي سي نشر المواصفات الخاصة بشأن إنتاج شاحن جديد موحد لكل أجهزة اللابتوب تقريبا. وأوضح موقع الألماني أن هذه المواصفات تشتمل على المعايير الموحدة للموصلات بالإضافة إلى العديد من البيانات التقنية الأخرى. وإذا قامت شركات الإلكترونيات باتباع هذه المواصفات أثناء تصنيع موديلاتها فإن المستخدم سيتمكن في هذه الحالة من استعمال شواحن الشركات الأخرى لشحن جهاز اللابتوب الخاص به. يعني إذا كان عندك في نفس الحوش باش نديروا دعاية أكثر من لابتوب، كل لابتوب مثلا س صاد عين وكل واحد اكس واي زد، كل واحد شركة، وبدل ما أنت كل مثلا شحن يفسد، فاحنا ما شاء الله مش في سيدية بكر قصدي مرات الشحن يتكسر من أول يوم، فبدل ما تاخذ الشحن متاعها بس لا تاخذ شحن واحد لكل اللابتوبات وتشتغل به. هذا كان آخر خبر في فقرة التكنولوجيا لهذا اليوم، إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم، وان شاء الله يا رب في الفقرات الجايه والحلقات الجايه تكون عندي حاجات تكنولوجيه جديده لسنه 2014. اليوم تمت فقره التكنولوجيا، تو عندنا فاصل قصير بعد على طول في فقره مشكلتي. الرؤيا بشرى من الله أو حلم من الشيطان أو حديث نفس. تفسير الرؤى علم له قواعده وأصوله الشرعية. يهتم الإنسان بالرؤيا الصالحة، يجب على الإنسان أن ينام على طهارة. أخت المشاهدة خيرا رأيتي، تقدم إن شاء الله على مشروع النجاح، ويذكر الله سبحانه وتعالى
وينك يا راجل وينك بقلت الزبيك خرج تطفي شو فيه؟ يا راجل الدنيا زحمه ومسكره شو بدي ندير لك انا راسي مصدع. زحمه قلت لي. خش معاي. عم شو رايك في الموضوع؟ موضوع؟ انت والله ما هو عادي. شاي السهم ولا موضوع مش عادي. شاهي السهم شاهي الملوك من شركة شبوب الخير. رجعنا لفقرة مشكلتي لهذا اليوم، وطبعا درنا اعلان من الحلقة اللي فاتت وكانت عندنا مكالمة من السيد مازن دريبيكا المتحدث الاعلامي باسم وزارة الشباب والرياضة، وعدنا على الهواء الحلقة اللي فاتت انه هو كان يبي يجي، ولكن ونسقنا معه طبعا في خلال اسبوع باش ما نطلعش انا مقصر قصدي. فاتصلت به ومهم في نهاية الحلقة ما جاش هو السيد مازن دريبيكا ولا بعث لنا مسج ولا اعتذر ولا شيء، فإن شاء الله المانع خير. بس بالنسبة لبرنامجنا ما عنديش مشكلة عادي، يعني حتى كان ظهوره هو كان ظهور من باب انه هو مثلا يقرب من الشباب، من باب انه هو يوريهم شنو المشاريع اللي بتديرها وزارة الشباب والرياضة للشباب، لكن هو ما جاش. ان شاء الله معنا خير، ان شاء الله ما في شيء. بس كان عندنا موضوع حنتكلموا فيه، كان حيشاركنا فيه طبعا دكتور محمد بن حليم. دكتور باعتبارك انك انت طالب طب صح ولا مش صح؟ بالتأكيد. فمرحبتين بيك محمد بن حليم اللي هو مدير مكتب النشاط في مدير المكتب الاعلامي للنشاط الجامعي بتاع جامعه طرابلس. تعرف الاسم 7 سطور. مرحبتين بيك محمد. مرحبتين بك. انسنا. يا الله ينسك، يسرني ان اكون على قناه فزان المره الاولى. حتى احنا يسرنا انك انت تكون على قناه فزان المره الاولى. برنامج هدرزة شباب فيسرني ما يسرني. فرحان اني هنا. ايوه هدرزة شباب. شنو الجو محمد؟ والله الاخبار الحمد تمام. لله الحمد لله. تكلمنا طبعا، حبينا انك انت تكون حاضر انت والمتحدث الاعلامي باش نتكلموا مثلا على التنسيق ما بين وزاره الشباب والرياضه، ما بين النشاط الجامعي، في بعض الاصوات اللي تطالب ان النشاط الجامعي يكون من ضمن تخصصات وزاره الشباب والرياضه باش يكون في يعني حاجه نتيجه احسن من اللي هي موجوده حاليا ونطمح للافضل. خلينا من الموضوع هو باش ما تخافش مش مشكلة. خلينا في النشاط الجامعي. شنو هي النشاطات لسنه 2013 اللي قمتوا بها في الجامعه؟ بدايتها كيف تشكلتوا وشنو يديروا وشنو قبل النشاطات خلينا نعطيك فكره لاداره النشاط. يعني هي اداره النشاط يعني لما تقول في معظم الطلاب يعني ما زي ما تقول ما يعرفوهاش. يعني إدارة النشاط تشرف على 3 مكاتب طبعا داخل الإدارة، زي ما نقول مكتب النشاط الثقافي، مكتب النشاط الرياضي، ومكتب النشاط الإعلامي. الإدارة دي تختص يعني بتنظيم البطولات الرياضية الثقافية يعني الأدبية داخل الجامعة يعني ومستمرة بشكل دوري يعني زي ما تقول عندنا رزنامة معينة نمشوا بها جدول معين. أنت تحطوا فيها الرزنامة هي ومين يحط فيها؟ هذه الرزنامة طبعا في مجلس الإدارة، يعني مجلس الإدارة هذه يعني مشكل من مدراء المكاتب ورؤساء الأقسام، هم طبعا في اجتماع يجتمعوا وينسقوا التنسيق من ناحية بطولات ومن ناحية حتى تزامن الجداول الامتحانات، يحاولوا انه ما يكونش في يعني مدراء أقسام شنو؟ في داخل الإدارة يعني. إدارة شنو؟ إدارة النشاط. مين اللي موجودين فيها؟ طلبة ولا مش طلبة؟ لا بالتأكيد يعني هي احنا عندنا تواصل مع الطلاب، لكن أكيد هي يعني موظفين من داخل الجامعة يعني. موظفين؟ يعني موظفين من داخل جامعة طرابلس. من داخل الجامعة. من داخل الجامعة يعني. مش ضروري يكونوا طلبة يعني. لا احنا تواصلنا مع الطلبة عن طريق الاتحادات الطلابية يعني. يعني زي ما نقول مشكلين يعني تواصل مع الاتحادات الطلابية يعني. حلو. هنكملوا نقاشنا. اللي حاب يتواصل معنا يسأل السيد محمد شنو النشاطات الجامعية مثلا 2014 فيش ما فيش، دوري ما دوري، منتديات ندوات ما ندوات، على 021 712 11 44. عندي مكالمة من ترهونة. محمد. الو السلام عليكم. ايوه. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبتين بيك يا محمد. محمود سامحني اعطوني اسمك غلط. مرحبتين بيك يا محمود. محمود معك. ما بعدناش، خير الاسامي مع عبيده وحمد. مرحبتين يا محمود. محمود كيف الحال؟ تمام. شنو جو اخوتنا في ترهونة؟ والله لا
ربي يحفظك. والله لا تمام، انا في كان طرابلس لكن لا بالسلامه. توصل بالسلامه ان شاء الله. باي مع محمود، شنو رايك في فقرات برنامجنا؟ اذا كان حاب نضيفوا فقره ولا نزيدوا حاجه قول لنا عليها. انا ما نقولش عليك اول مره نتفرج على البرنامج، لكن حسب ما نشبه حكي قصدي وزاره الشباب والرياضه، يعني الشباب والرياضه. يا سلام عليك، اعطيني عندك ما تقول شكك في الموضوع هو. والله شو بقول لك، قصدي انا واحد من شباب وواحد من شباب ليبيا باين. قصدي والله مش عارف شو بقول لك، ما فيش حاجه ملموسه، كلها يا رجل اسمها شباب والرياضه يكتبوا فيها الشباب، ما فيهاش كيف يفوتوا دوله العالم. يعني انت رايك ان المفروض وزاره الشباب والرياضه العاملين بها كلهم يكونوا تحت سن ال 45 مثلا. كيف يفتوا العالم يا رجل. باي محمود الحلقه اللي فاتت كان معنا في مداخله المتحدث الاعلامي باسم وزاره الشباب والرياضه، وقال ان في مثلا في سفاري وفي رحلات وفي هلبة حاجات ما شاء الله. قصدي نحس فرحه زي اللي مش في بالي ما سمعت انا. شايف انت الشيء هو ولا مش شايف الشيء هو؟ والله ما شيء، انا هيك على الطاوله ما في شيء يا اخوي، كل شيء من النقطه مش عارف فهمت شو لازم يحكي ولا زعما هو. باه وصلت فكرتك محمود، مشكور جدا على المكالمه. الله يبارك فيك، ربي يحفظك وان شاء الله مش اخر مره تتفرج علينا. والله جد ربي يحفظك. الشباب يلعب وكانت تربيه اي واحد هيك وما عرفت كيف معك وانت وراسه وربي يحفظك ان شاء الله. الله يخليك يا محمود، بارك الله فيك. وبالعكس احنا لما متصلين بينا كلهم اخوتنا واحبابنا، ولعن توا ما اتصلش بينا حد. ونبي نقول لك حاجه ثانيه، والله اول مره نشارك بالبرنامج الحق. ان شاء الله مش اخر مره يا محمود ان شاء الله. 100%. ربي يحفظك. يلا السلام عليكم. محمد كان المفروض طبعا نتكلموا على النشاط الجامعي لكل من حابب يتواصل معنا زي ما قلت على النشاط الجامعي. محمد بن حليم، كيف تشهروا كمكتب اعلام للنشاطات الجامعيه قبلها بوقت؟ كيف طرق التشهير نتاعكم من النشاطات هي؟ والله طبعا طرق الاشهار طبعا يعني الاعتماد الاول ديما طبعا على الملصقات الحائطيه، يعني قبل اي داخل الجامعه، يعني قبل اي منشط زي مؤخرا كان عندنا انطلاق المهرجان الرياضي لطلاب جامعه طرابلس العام 2014 كويس، لانه هو ابتدى بدوري كره القدم لطلاب جامعه طرابلس واللي هو مستمر حاليا. يعني بيك ماذا بيك تجي تغطي يعني الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد كاميرتكم حاضره يعني ننقل مبارك في دوري يعني دوري حماسي. لا دوري حماسي ما شاء الله يعني في جمهور وفي جمهور يتابع اليوم. يعني فريق كليه اقتصاد فاز على كليه اللغات 4-0 تو الاقتصاد واقعد والتربيه البدنيه 6-0 فاز على كليه القانون. قانون تشاو عليكم قانون 6 يعني دوري حماسي يعني ماذا بك تجيب تغطي. طبعا هذا انطلق يعني وتو احنا نعد يعني لبطوله كره السله لطلاب جامعه طرابلس. يعني حتى في وين بتلعب هي بقى؟ هذه حتكون داخل صاله التربيه البدنيه في كليه التربيه البدنيه بالقطع ب. يعني الان احنا في مرحله الاعداد، واعلنا حتى عن طريق صفحتنا في الفيسبوك لاداره النشاط العام بجامعه طرابلس، اعلنا على يعني طلب انضمام طلاب بالمشاركه. يعني حاليا نشاركوا معنا ما يقارب عن 12 كليه. ممتاز، 12 كليه يعني. اكيد حنديروا لها مشاركه على صفحه برنامجنا على الفيس لكل من حابب يتواصل مع الشباب ويعرف نشاطاتهم وغيرها. شنو هي نشاطات محمد اللي في الرنامه نتاعكم اللي 2014 من غير دوري كره القدم من غير خليني نقول لك على نشاطات العام اللي فات. بالي فات جاي ما تعرفهاش؟ لا جاي فيه هو اللي فات. خلينا نحكي لك خلينا نحكي لك على البانوراما اللي فات. يعني العام اللي فات كانت عندنا مشاركات خارجيه طبعا خارج ممتاز على مستوى الجامعات. كانت عندنا مشاركه خارجيه في دوله قطر بالدوحه، يعني بطوله جامعات للمناظرات. البطوله الثانيه مناظرات حققنا فيها الترتيب الرابع على مستوى جامعات بالعالم. على العالم ولا العربية؟ على العالم. الرابع في جامعات من جميع العالم. من طبعا الشيء هو في ناس اول مره يسمعوا به. ايه من استراليا. في ناس اول مره يسمعوا به الشيء هو يعني. إيه من حتى النتائج ما كانش بعدها ممكن دعم بالصوره يعني المطلوبة. بصراحه كان فريق مميز باشاده العديد يعني. واولا الدكتوره حياه معرف المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر فاونديشن. يعني كانت حصلنا على الترتيب الرابع بمشاركه 3 طلاب من كليه الهندسه وطالب من كليه الطب البشري. كانت مشاركة مميزة. وفي طبعا في ابريل هذه في 2013 كانت الأسئلة كيف نظام المسابقات؟ أسئلة عامة كانت عبارة عن يعني فريق مولاة وفريق معارضة، يعني يطرح عليها موضوع قبل المناظرة ب 20 دقيقة. تكون في موضوع عام يعني مثلا سيمنع المجلس كذا يعني. يكون الفريق يعني لازم يكون ملم ثقافيا، مرات يكون موضوع رياضي ثقافي حسب انت سياسي.
لازم تكون يعني عندك باك جراوند كويس يعني كل شيء يعني. كيف تم اختيار الطلبه اللي يشاركوا بقى؟ عن طريق يعني قمنا باعداد مسابقه داخليه داخل جامعه طرابلس بالتعاون مع اتحاد طلبه جامعه طرابلس يعني. ممتاز. وكانت مع التعاون ايضا مع منتدى الشباب الليبي. كانت هذه المسابقه داخليه وكان من النخبه اللي فازت يعني هم فريقين اللي فازوا. هم اخترنا منهم الثلاثه المتميزين والطالب الاخر من فريق الطب يعني 3 من كليه الهندسه وواحد من فريق الطب. كانت يعني مشاركه مميزه فعلا في الدوحه باشاده يعني لجان التحكيم. ممتاز. حنكملوا محمد لكن بس ناخذ مكالمه بس ما يعطلش على المتصلين. عندنا سالم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم يا سالم. الو سالم شكله عطلنا عليه. اوكي ما بين ما حصلنا مكالمه ثانيه ما سمحنا سالم للاسف ان احنا عطلنا عليك ولكن الموضوع شيق شويه. سالم منبهر باللي صار بسمع بالمشاركه. انا الاول انبهرت تعرف. حلو. بعد المشاركه هي شيء كان عندكم ثاني؟ كانت عندنا مشاركه خارجيه ايضا. هنحكي عن المشاركات الدوليه كانت مؤخرا يعني في نوفمبر الماضي في روما بطوله الجامعات الدوليه بروما يعني بمشاركه 53 جامعه من 27 دوله. ممتاز. يعني هذه بطوله رياضيه شاركتوا بقداش لعبه في البطوله؟ ب4 ألعاب. شاركنا في الفوتسال خماسيات كره القدم. حلو. وشاركنا في بطوله الشطرنج اللي هي تحصلنا عليها حصلت عليها جامعه طرابلس. وشاركنا في تنس الطاولة وفي الألعاب القوة. ألعاب القوة تحصلنا على 5 قلايد 2 منهم ذهبية. والشطرنج كله لليبيا. الشطرنج كله لليبيا من 58 دولة عالمية. ايه ما شاء الله. وطبعا من جديد في ناس أول مرة يسمعوا بالمعلومة هي إن شاركوا الشباب في بطولة روما ومن ضمن 58 مشاركة جامعة مشاركة حصلوا على الترتيب الأول في الشطرنج وتحصلوا على الخامس. طبعا حتى جامعة سرت مش إنه وهلك لا تحصلت على الترتيب الأول في الفوتسال في خماسيات كرة القدم في روما. في روما يعني هي شاركت مع مين بالأسطر احنا. وطبعا جامعة طرابلس خرجت قدام جامعة سرت يعني وأنا حتى صفينا ببعض نحن باش نلعبوا على النهائي. وصلنا النصف النهائي مع جامعة سرت وطلعنا طبعا قدام جامعة سرت. هذا يعني. ليش يا محمد هذا ليش أنا حبيت يكون معي حد من وزارة الشباب والرياضة اللي بجد للأسف ما تعاونوش معي. ليش؟ لما أنت تقول لي مثلا فريق جامعة سرت وفريق جامعة طرابلس لعبوا مع بعضهم عن نصف نهائي من 58 جامعة عالمية وفازت جامعة سرت بالترتيب الأول. تبقى يا همام مش مفروض يكونوا نواة لمنتخب الخماسيات ولا لازم تجيب لي مع احترامي لمنتخب الخماسيات راه الناس اللي توا اوكي شكلوهم كيف ما شكلوهم لكن مستقبل ليش ما تكونش عندك خطة طويلة قدام مش غير انت ما نسمع ببطولة ولا لا اسمع في بطولة جيب لنا 5 انفار نلعبوا بهم بالاسترا ايش نقاش دوري عياشي انت دي بطولات عالمية هي مفروض ان الطلبة هما والشباب هما كدعم ليهم انك انت تدير ندوه صحفيه تشهر بالانجاز اللي داروه وانك انت تكرمهم وانك انت بالعكس تزيد تدعمهم من قدام. فالشيء هو اكيد ما صارش محمد. والله لا اكيد صار. لا بالنسبه لي انا رايي سوداويه صار. لا هو ما صارش من ناحيه الوزاره زي ما قلت وزاره الشباب والرياضه لكن من ناحيه رئاسه الجامعه بصراحه مش مقصره يعني استاذ دكتور رئيس جامعه طرابلس دكتور المدني دخيل مش مقصر معنا يعني في بالنسبه لاداره النشاط يعني متعاون جدا في الدعم في حتى في البطولات هذه يعني لما تكون عندنا دعوه لاي بطوله. هو الدكتور محمد مسكين يعني اوكي بيدعمكم بيوقف معاكم لكن المفروض انتم يد واحده ما تصفقش انتم اسم ليبيا انتم ما قلتوش اسم جامعه طرابلس بس المفروض هي تعتبر مشاركه باسم البلاد يعني ان في ممكن 3 جامعات ليبيه مشاركه جامعه الزيتونه مشاركه يعني وجامعه سرت وجامعه طرابلس يعني وداروا مستوى باهر بصراحه. زال عندنا حاجات ثانيه جايينهم بعد ما ناخذوا صلاح من ترهونه. السلام عليكم. السلام عليكم صلاح. كيف الحال؟ مرحبتين بك كيف الحال؟ الامور بخير الحمد لله. صلاح شو مشاركنا في موضوع الحلقه ولا ما سمعتهاش؟ موضوع الشباب والشباب مش عارفين نتكلموا عن النشاط الجامعي. صلاح الطلبه في جامعه كافه جامعات ليبيا يشاركوا ديما في بطولات خارج ليبيا يرفعوا في اسم الدوله. فاللي صاير يا صلاح ان في انجازات داروها الشباب وفي بطولات جابوها عالميا هم الاولين وما صارش فيه لدعم من اي مكان سواء وزاره الشباب والرياضه التعليم العالي او غيرها. فشو رايك في الموضوع هو؟ والله بالنسبة للطلاق ما عنديش في موضوع لكن الموضوع اللي تحكيك عليه خارج ممكن يكون تفضل صلاح بإيجاز على السريع. موضوع نسيتوا الشباب عندهم مواضيع موضوع الجزئية موضوع حد اللي انك في السكن مش عارفين فهمت عليها؟ ايه قصدي ان هو مش ناقص الرياضة بس نقصت المواضيع هلبة قصدي
انا ما نتكلمش عن الرياضه صلاح، انا ما نتكلمش عن الرياضه، انا ما نتكلمش عن الرياضه، نتكلم على الشباب كل حلقه على موضوع، اليوم على دعم الشباب في كل شيء، مش رياضه بس، فكريا رياضيا ثقافيا في كل شيء، فهمتني؟ مشكله السكن باذن الله لو اتبع باقي حلقات البرنامج حنطرحها في واحده من الحلقات، لكن مش الحلقه يعني ما هذا اللي صادفتني اللي حضرت الحلقه صادفت قصدي تو بس ما تعرفش من مش مشكله صلاح، خليك متابع لبرنامجنا وان شاء الله الحلقه الجايه واللي بعدها تطرح مشكله السكن وتكون على مودك. خلاص قصدي مواضيع الشباب بشكل عام باذن الله باذن الله في البال يا صلاح. مشكور بارك الله فيك. الله يخليك ربي يحفظك. محمد كمل لي، اصدمني، اعطيني صدمات الثانيه. هذه بالنسبه للمشاركات الخارجيه يعني هذه المشاركات الدوليه. المشاركات الخارجيه الدوليه طبعا عندنا كانت مهرجانات منظمه داخل جامعه طرابلس على مستوى الجامعات الليبيه، يعني ابرزهم مهرجان شاعر التعليم العالي، يعني اللي شاركت فيه الجامعات الليبيه معظمها. وين تم؟ وين هذا تم داخل جامعه طرابلس في كليه الهندسه، مسرح كليه الهندسه. كيف تم الاشهار الموضوع هذا؟ هذا كان اشهار يعني هذه هو عباره عن هذه عباره عن يعني دعوه تجي عن طريق وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، بيدعو الجامعات طبعا كلها على مستوى الجامعات الليبيه المشاركه، تكون يا جامعه طرابلس هي المنظمه المستضيفه لهذا المهرجان. احنا طبعا بدورنا احنا كإدارة النشاط يعني اعلنا عن طريق الملصقات الحائطية عن طريق صفحتنا يعني، ويعني شاركوا معنا ما يقارب عن 70 طالب، يعني 70 شاعر وشاعرة يعني حتى هذه بصراحة تميز يعني شاعرات يعني مشاريع شعراء كلهم. هل كان في تغطية إعلامية للموضوع ده؟ أكيد كانت في تغطية يعني بإمكانك تخش على الصفحة وتشوف يعني تلقى الالبوم يعني. ممتاز. الرزنامه بتاع كل سنه هي نفسها السنه اللي بعدها ولا في تجديد؟ ولا في تنوع طبعا. السنه هي شو في جديد؟ في تنوع، في العاب يعني حتكون جديده يعني زي من لعبه الرugby يعني لاول مره حتخش ان شاء الله داخل الجامعه يعني رجبي يعني. ممتاز. احنا استضفناها فيما فات يعني، استضفنا مباراه لفريق طرابلس وفريق بنغازي داخل الملعب الجامعه الرئيسي، كانت بمناسبه اليوم العالمي لمكافحه مرض الايدز، يعني لاقت اصداء كبيره هاللعبه داخل الجامعه في اليوم هذاك لعبنا فيه يعني، وحاولنا تو ان ندخلوها ضمن رزنامه النشاطات اضافه للنشاطات الاخرى الرياضيه المتعارفه عليها يعني. محمد من ضمن النشاطات اللي يديروا فيها ليش مثلا ما يكونش في مثلا اذاعه راديو موجه قصيره داخل الجامعه للجامعه، من خلالها اقل شيء تكون مثلا حتى في سبيكرات لما ما تكونش في محاضرات يتم عن طريقها اعلان اذا كان في نشاطات، اذا كان في نتائج ضخمه زي هي باش يكون التشهير بها داخل الجامعه بالشكل المطلوب. هذا قريبا حيكون في راديو باذن الله، هذا المشروع يعني قارب على الانتهاء يعني قريب ينجزوه ان شاء الله، حيكون في راديو خاص بجامعه طرابلس خاص يعني بالجامعه ويبدا داخل الجامعه طرابلس كلها. رئيس جامعه طرابلس يعني حيكون في راديو خاص بجامعه طرابلس يعني حتكون من خلالها يعني جميع الكليات صوتهم يوصلوا صوتهم، وعن طريق اداره النشاط توصل صوتها للطلاب بخصوص اعلانات على البطولات او اي شيء يقام داخل الجامعه. ممتاز ممتاز. عندي اخر مكالمه في الفقره هي من محمد. الو السلام عليكم. محمد يا ريت تسمعنا من سماعه التليفون وتنقص التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد، اسمعنا من سماعه التليفون ونقص التلفزيون. اوكي ان شاء الله. محمد مين تكلم فينا محمد؟ من ترونا ان شاء الله. مرحبتين بك يا اخوي من ترونا. محمد شو شاركنا في موضوع الحلقه؟ والله شو نقول لك، اكيد احنا ندعم الشباب وبرنامج ان شاء الله والله الافضل. لكن نقول لك حاجه، ترى احنا زي ترونا ما فيش نشاطات، ما فيش مهتم بالشباب صفر. قصدي حكايه شو نقول لك، انت عارف ليه وتعرف كل شيء. محمد انت طالب في جامعه ترونا ولا لا؟ اكيد كليه التربيه ترونا. ممتاز. شنو النشاطات اللي قايمين بها غادي؟ هل في نشاطات مليحه قايمين بها ولا شيء وكساد غادي؟ ما في شيء نشاطات والله شو نقول لك، حتى الطالب يمشي يعني من بروحه هو. نفس الروتين شاركت من ترونا. ما فيش لا نشاطات، قصدي شو نقول لك عم استضيفي حتى في قريت حتى بالخمس يعني. نفس الشيء، ما فيش تطور للطالب للشباب، ما فيش اي حاجه. باي برايك انت محمد مين المفروض يتولى الفئه هي؟ يكره الجايك. باي محمد في رايك انت مين المفروض يتولى الفئه هي؟ يعني الشباب نتاع الجامعات نشاطات جمعيه المفروض اي وزاره مثلا ان هي تكون مسؤوله عليها؟ وزاره الشباب. وزاره الشباب قصدي من ناحيه الرياضه، في وزاره الشباب والرياضه تخص الموضوع هذا. صحيح.
باي مشكور محمد على المداخله معي، ربي يحفظك الله يخليك. بس لضيق الوقت مش حنقدر نكمل معاك محمد، حتى انت الوقت للاسف خنبنا، ولكن الحلقه الجايه قاعد معي، حتى الحلقه الجايه حتطلع معي وحيكون فيه اكيد بالارقام وشنو النشاطات. حنحاولوا ان من قناه فزان يكون مثلا شنو هو البرنامج الرزنامه نتاع النشاطات الجمعيه لسنه 2014. ختاما اذا كان بتقول كلمه في حق بدي انوهك على حاجه بالنسبه لاداره النشاط والرئاسه. طبعا استاذ محمد بوجليده مدير اداره النشاط يعني مهتمين جدا بالانشطه داخل جامعه طرابلس، ويعني ومكاتب اداره النشاط كلها مفتوح لاي طالب حابب يقدم مقرها وين؟ مقرها بجانب اداره المسجل العام، يعني بجنب المستوصف الجامعي معروف مكانها، يعني بامكانهم حتى يلقوا العنوان في الصفحه، يعني ورا كليه العلوم. اي طالب حابب يقدم مقترح يقدم فكره يمكنه يتواصل مع الاداره، والإدارة فاتحة أبوابها لجميع الطلاب. حلو ممتاز. آخر سؤال على السريع، تنسيق ما بينكم وما بين باقي الكليات، مثلا في ترهونة ما فيش نشاطات، ليش ما يكونش مثلا في تنسيق؟ تكون في دوريات في كل الجامعات اللي فايز بها بعدين يكون على مستوى ليبيا مثلا. والله التنسيق هو يكون عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يعني بالنسبة للجامعات على مستوى الجامعات الليبية عادة الرابط اللي بيناتنا هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. طبعا في طبعا نقول لك بالنسبة نحن كإدارة نشاط بجامعة طرابلس عندنا رابط يعني متواصلين معهم سواء عن طريق هواتفهم أو عن طريق يعني الايميل، يعني زي ما تقول حتى في الدعوات نقدموا فيها عن طريق الايميل، يعني وكلهم يعني يخشوا ياخذوا في الدعوه. يعني التواصل ما بيناتكم عن طريق الايميل بس؟ ايه على الايميل وحتى على الهواتف، لكن هو عاده دائما يعني وزاره التعليم العالي والبحث العلمي هي اللي تكون اللي رابطه ما بيناتها الجامعات يعني. وبالنسبه للكليات داخل جامعه طرابلس يعني الربط نتاعنا عن طريق مندوبين اداره النشاط بالكليات، يعني في كل كليه عندنا يعني مندوب نشاط ثقافي، مندوب نشاط رياضي، هو اللي يتواصل ما عندهم مكاتب في كلياتهم ولا لا؟ والله في اللي عندهم، وانت عارف في طلبه مثلا بنات مثلا ما عندهم سيارات، بيجي من مثلا كليه في اخر الجامعه لكليه لعند جهه العلوم مثلا باش يقول رايه يفوت الموضوع مره. هو اسمع معظمهم عندهم مكاتب، وان شاء الله يعني ان شاء الله في المستقبل في المستقبل طبعا متواصلين حتى على فكره متواصلين حتى مع مندوبين النشاط في الاتحادات الطلابيه، يعني من اتحاد الطلبه عندهم لجنه النشاط والرياضه متواصله معهم كاداره نشاط، وهم يعني يفيدوا فينا اكثر انهم هم اكثر متواصلين مع الطلاب. مازال الحديث مكمل محمد للحلقه الجايه يا شباب. فقره مشكلتي لهذا اليوم للاسف تمت، فحنشكر محمد بن حليم، مشكور بارك الله فيك على تواجدك معي. مراد وضيفنا قاعد الكرسي حيقعد لك للحلقه الجايه ان شاء الله. الان فاصل قصير بعدها على طول مع الفنان المبدع اللي ما فيش منه بكل محمد الشليبك في فقره شباب ستار. الرؤيا بشرى من الله أو حلم من الشيطان أو حديث نفس. تفسير الرؤى علم له قواعده وأصوله الشرعية. يهتم الإنسان بالرؤيا الصالحة، يجب على الإنسان أن ينام على طهارة. أختي المشاهدة خيرا رأيتي، تقدم إن شاء الله على مشروع النجاح، ويذكر الله سبحانه وتعالى. وينك يا راجل؟ وينك بقلت الزنبيك خليت تطفي؟ شنو فيه؟ يا راجل الدنيا زحمه ومسكره، شنو بدي ندير لك؟ انا راسي مصدع. زحمه قلت لي. خش معاي. نعم. شو رايك في الموضوع؟ موضوع؟ والله ما هو عادي، شاي السهم ولا موضوع مش عادي. شاهي السهم، شاهي الملوك، من شركة شكوب الخير.
رجعنا من جديد لبرنامجنا وختام فقرات البرنامج لهذا اليوم. اكيد ختامها مسك وعنبر وورد وكل شيء حلو مع الفنان محمد شليبك. مرحبا محمد. مرحبتين بيك. انا شنو الجو؟ تمام 100%. الله يبارك فيك. نور الاستوديو بوجودك اكيد. الله يخليك يا رب. طبعا تفاعلاتكم كلها على ستيت الفنان محمد شليبك في فقرة اليوم. حنقرا تعليقات على السريع باش بعدين نفضل محمد والاسئله اللي مش حتفهم منها شيء. لا عارف انو سويتي مساء الخيرات ميرو، تحياتي ليك منور وتحياتي لشليبك نورتنا. وسؤالي لشليبك نبدا شنو قدمت في 2013 بالتوفيق؟ هذا سؤال. انو سويت من جيت ترحب بيك، في ايضا ترحب بيك، مهبوله وهبال هاي هبل حسب ما هي كاتبه. شن قالت؟ ما زعلتش يا ميرو الخط فصل والله للاسف عاودوا اتصلي بينا معلش. من تاني مساء العسل ليكم منورين من نفسها. انوار نوره مساء الانوار عليك استاذ مراد، واحلى تحيه للفنان الراقي محمد شليبك. سمر علي، نونو سويت، ندو ندوشه، كريزي بطنت ايزي، ميمي علي، ايا الزرقاني، وايمان نسيم، ونور الشمس مش ما حد يزعل، واحمد الليبي صاحبك هو احمد الليبي بعفوته اللبوه الجارحه حتى هي معلقه. حنقرا التعليقات ولكن تو خلينا مع محمد. شنو الجو محمد؟ تمام. قالت لك انو سويت شنو قدمت في 2013؟ شنو قدمت من اي ناحيه؟ ما نعرفش من اي ناحيه انو سويت. شويه بكش تكتب لي. لا ما كتبتش. من جميع النواحي. من جميع النواحي. اعطيني انت ناحيه فنيا شنو اللي قدمته من اعمال في 2013 او مش هيك؟ هل انت راضي على قدمته في 2013 فنيا ولا لا؟ هو اللي قدمناه طبعا في ظل الظروف اللي في البلاد حاليا يعني، فطبعا كل شيء ماشي بالدفان يعني. يلا ها تولع من هنا، فحاولنا بقدر الامكان. حاولنا هيك صاير هو. لا هذا الواقع ولا شو رايك انت؟ لا الحياه حلوه. فكنا من التضليل الاعلامي بالله عليك. الخير جاي. أيوة ما يضبطنا. الخير جاي 2014 ان شاء الله نتفائلوا خير احنا ان شاء الله. ليش علينا. فبالنسبه فنيا قدمت عمل اسمه الاثنين ليبيين. كان في ظل الظروف كانت حساسه يعني بين المناطق، بين المشاكل اللي كانت صايره بين المناطق، فاخترنا عمل اسمه الاثنين ليبيين. طبعا تكفلت بانتاجها وزاره الثقافه بعد شياط الريق. حاولنا بقدر الامكان بعد شياط الريق حاولنا بقدر الامكان يعني ان نحاولوا نديروا العمل هواء، وحصلناه يعني في اخر لحظه. ومع هذا ما كانش يعني تكلفه العمل اللي قدموها بينا للانتاج ما كانتش في موازي لباقي لباقي العقود او الرقم اللي مختارينه يعني كوزاره ان هذا للاعمال الفنيه. حاولنا بقدر الامكان ان نديروا حاجه كويسه، حاجه نظيفه. هذه بالنسبه لشيء يعني من الاعمال الفنيه. بالنسبه للاغاني هذا العمل اللي قدمناه 2013 يعني عمل واحد 2013. علاش لازم بالهلبه يعني؟ لا شيء ساد. ان شاء الله جاي اكثر بس ان شاء الله. مش حاسس روحك انك انت كسول شوي 2013؟ انا ايه كسول من اي ناحيه؟ من ناحيه الاعمال. من ناحيه الاعمال مش بيدنا. مش بيدنا لانك انت اصلا حتى لا، لكن انت حتى بتحاول انك انت بتدير حاجه بتلقى يعني تلقى سد كبير قدامك بصراحه. اللي هو يعني سد كبير، عوائق هلبه يعني قدام دقيقه العمل. انت تو انا لما بندير عمل اوكي خليني تو مش ندويك عليه من الناحيه العاطفيه، من الاعمال العاطفيه، لان هذا موضوع بروحه. لكن يعني من ناحيه ان اعمال فنيه ليبيه او من يعني كرسائل بتوجهها للليبيين او نشاطات من نشاطات شباب الرياضه ولا وزاره الثقافه او اي جهه من حاجات زي هي، ما تلقاش دعم. يعني العمل انا بيكلفني لما انا نجي نخدم عمل ونصوره وتوزيع وملحن وشاعر، هذا كله بيكلف. يعني لما انا بنخدمه بروحي وبنزل القنوات وبنعطيه القنوات، انا يعني شنو استفدت؟ مش مثلا انه هو يعني خساره في الناس او خساره في، لا مش هيك، بس يعني تقدر تخدم في 10 خدمات وكل مع احترام المجالات. هي في ناس واصله في الاماكن زي هي ويعني مش امكانها يعني، وقدمت اعمال بصراحه يعني مش في المستوى يعني. وفي من الناس بصراحه من زملائي الفنانين قدموا اعمال حلوه وكانت من انتاج جهات زي هي. بس انك انت باش توصل للامكان هو او الوزاره هذه صعب عليك جدا انك انت باش توصل وباش يوافقوا لك على شيء زي هو وتتعاون. هو لاحظنا احنا من اغلب الناس اللي يجوا كانوا معنا في فقره شباب ستار من الشباب الموهوبين اللي مستحقين، بس ان الوزاره اللي هي مفروض ان هي تقوم بواجبها معاهم مش قايمه بالشيء هو. فان شاء الله يا رب في الحلقات الجايه ممكن يكون معاي حد من وزاره الثقافه بالله يكلمنا كده. طب بنجيب الفنانين اللي طلعوا معي كلهم، لكن حول لي الطاولات هم هنا، دي لي مربع، دي لي حلبه مصارعه، دي لي حلبه حلبه مصارعه. تمام. محمد شنو هو الشيء اللي باهي في 2013 كنت حابب انك انت تقدمه وما قدمتهاش؟ حابب نقدمه وما قدمتهاش والله او حتى ما لحقتش تمت السنه.
بصفة عامة حاولنا نقدموا بقدر ما يعني قداش ما نقدروا نحن نقدموا، احنا ما عندناش مشكلة، وبالعكس بالنسبة للمجال الفني وكأعمال فنية كلها جاهزة وموجودة، بس كلها مستهدفة في الدروس. تبي تنفيذ، تبي تنفيذ وتبي عمل وتبي جهات تكفل الموضوع زي هو، بس لحد الآن بصراحة يعني صعب جدا، فتلقى روحك انك انت شايد فريقك وتجري على مواضيع وكذا، وان هي مواضيع ما فيش منها. بقى حلو، شو رايك مثلا نسمعوا منك حاجه بقى بدايه الحلقه مثلا هيك؟ وهي مثلا اوكي تمام. شنو حاب تسمع؟ مش عارف اللي انت يجي منك، او شو رايك تسمعنا تبي تسمعنا حاجه ليك انت؟ سمعنا حاجه ليك انت، خاطر في اغنيه عندي نسمعها تسمعها لي في نهايه الحلقه. اللي هي؟ خلاها صدمه بقى. لا نبيها تو لا باش نعرف انا. اغنيه ناصر المزداوي. اللي هي؟ قولوا لي هي وين؟ هي وين؟ اوكي خلاها في الختام، معناها بقى خلينا ناخذوا حاجه ثانيه تو. اعطينا ناخذوا وصله حلوه. يلا. سافرت وعيوني على الهاتف تنام، ويفز قلبي كل ما الهاتف يرن، بس سمعت صوتك يا حبيبي من ايام، والقلب للغالي يشتاق ويحن. سافرت وعيوني على الهاتف تنام، ويفز قلبي كل ما الهاتف يرن، بس سمعت صوتك يا حبيبي من ايام، والقلب للغالي يشتاق ويحن. في القلب خوف وهام واشواق واوهام، ارجوك طمني ترى خافقي جنن، مدري لمن اشكي عذابي والالام، بالله قل لي اشكي غيابك الهان. ويا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا، غرق الغرقان اكثر. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا، غرق الغرقان اكثر. جيت وجهك حبيبي من بعد طول المغيبي، من بعد طول المغيب، ولا ناوي يا حبيب. غرق الغرقان اكثر، غرق الغرقان اكثر. قول اللي ما همك يا برودة والله ذنك، كنت في عيني اضمك واتغزل بك واصفك. قول اللي ما همك يا برودة والله ذنك، كنت في عيني اضمك واتغزل بك واسهر. يا لا لا يا لا يا لا لا، تقول معاي يا لا لا يا لا يا لا لا، غرق الغرقان. روح يا مراد وقله قلبي في 2000 عله، الحياة بعدها مملة، حالي من بعدها تدهور. روح يا مراد وقله قلبي في 2000 عله، الحياة بعدها مملة، حالي من بعدها تدهور. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا، غرق الغرقان اكتر. الله 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 عليك، الله. عاشوا خليجي الله عليك، يسلم فمك، الله عليك والله يمك عادي. يلا ناس ساد هذا والله يمك عادي. يلا لا والله يمك عادي، انا متاكد. تعرف يا جماعه مديرين تريبونا داخل في الاستوديو، تعرف يلا تصفيق ومره ثانيه 1 2 3 شويه ونطلع لكم على الهواء. عندنا طبعا بالقاسم في ودني زي كل حلقه وين 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 وين. الحلقه فاتت يهني جماعته مخرجنا بالقاسم منور الدنيا، وكل الشباب اليوم بيقولوا لباس على اخونا ابراهيم اللي دار سبلت انه هو مريض وما جاش حلقه اليوم. قصدي ابراهيم مشى على الاولاد مش علي انا يو الف لباس عليك ابراهيم. خلينا ناكل خبزه معاك. ايوه مازال عندك حلقات. غرق الغرقان اكثر، جايه تغرق وين بتغرق بقى عادي، كتر ربي يغرق حتى الحر يغرقوا فيهم عادي. كويس خيرك سكوليوت هلبك. تمام. عندنا انوار نوره، تحيه ليك. مراد صديق ولصديقتي عطر الجنه والماما وجميع عائلتي من يعرف بنت السوق. منوره بنت السوق. نونو سويت السلام عليكم، موفقين وفي انتظاركم. تحياتي ليكم. مراد صديقي ومحمد نورت البرنامج يا فنان يا راقي، وان شاء الله ربي يحفظك يشلبك ومزيد من التقدم الى تقدم ونجاح. انت فنان موهوب، تعرف تعبير دايرت لك. منوره يا نونو. وسؤالها شنو جديدك؟ وفكرت في ديو مع اي فنان حاليا ولا لا؟
2013 اللي حققت منها قلنا في ديو جديد ولا لا؟ أنا بصراحة يعني بالنسبة في المجال الفني بالنسبة للعاطفي يعني مازال قاعد يعني نتردد في الموضوع. زي ما تشوف ظروف البلاد نفس الشيء حتى هي. وطبعا بالنسبة للعاطفي يعني ما فيش ولا جهة طبعا حتدعم الموضوع، يعني حتدعم روحك بروحك، هذا شيء معروف يعني. فهياخذ منك وقت العمل. عندي عدة أعمال بس بعون الله. في 2014 مجهز عمل. طبعا العمل هذا من صديقي من السعودية محمد عويضان، عمل خليجي. هذا رجل قناة خليجي تو انت؟ قناة خليجي عمل خليجي هلبة والله هلبة. كويس. اسم العمل والله مو هذا الغرام. ان شاء الله بعون الله حيتم تنفيذها في 2014، مش تصويرها، تنفيذها يعني كتوزيع وكأغنية سينجل. بس لو كان في مجال وتحت لنا فرصة ممكن نصوروا بداية 2014 نهاية في النص امتى بالضبط؟ مرات 31 12 2014. لكن بعون الله هذا قصدي مشروع مبدئيا يعني اللي في البال في 2014. لازم من شيء عاطفي لازم يندار. ممتاز. هذا في 2014 ان شاء الله. اللي شفناه على محمد شليبك اغلبيه في 2012 و2013 انه هو غنى هلبة للبلاد. طبعا هذا واجب هو في الاخير، ولكن انك انت اعطيت الاغنيه الوطنيه الشيء الكبير من اعمالك. هل لانك انت كانت العمل هي من انتاج وزاره الثقافه والاعلام انه هو متوفر وفلوس وبدا جو مليح فتعمل خدم شويه؟ خلينا نكمل سؤالي بس. بكمل باي اخونا دوت كلب. هي تمام. فالعلاش انك انت سددت اعمال وطنيه؟ هل انك انت مثلا فلوس هي متوفره، ولا لانك انت في 2013 ما كنتش تقدر بمجهوداتك الشخصيه تخدم اعمال عاطفيه هلبة؟ اول شيء بالنسبه لوزاره الثقافه وتقول فلوس، هو العمل الوحيد اللي كان يتبع محمد شليبك هو الاثنين الليبيين فقط من انتاج وزاره الثقافه. باقي الاعمال ما شاركت في اوبريت؟ ايه لحظه تو تجيك الدواء، تو مش اعطيتك تدوي انت. اعطيني الدواء في المايك. يلا. بالنسبه للاعمال الثانيه في 3 اعمال مصوره كانت من انتاج وزاره الثقافه، لكن مش انتاجي انا، كانت لاشخاص ملحنين وموزعين هم موقعين مع وزاره الثقافه وهم اللي خادمين العمل. يعني انا شاركت في العمل كمغني او كفنان فقط، لكن كانتاج وزاره الثقافه هم واخدين شيء زي هو. انا العمل الوحيد اللي تكفلت به وزاره الثقافه اللي نعتبره العمل اللي خاص بمحمد شليبك هو العمل الاثنين الليبيين. باقي الاعمال في شوف البكره، في لما ناديتي جنان، هذه الاعمال كانت من انتاج وزاره الثقافه لكن لاشخاص ثانيين. وفي عملين كانوا من حسابي الخاص. كان في عمل اللي هو عيد التحرير، هذا اسود الحريه. العمل هذا كان من انتاجي انا وصديقي كان شاعر الدكتور رفيق شوقي، اكيد نوجه له تحيه حتى هو. اكيد. وعندي عمل ثاني جانا اليوم كتوزيع، كان العمل هواء بالنسبه طبعا كفلت بموضوع انا وطبعا ساعدوني فيه. بالنسبه للشعر كان عمر زغدان نوجه له تحيه حتى هو، ككلمات اعطاني كلمات هيك بدون اي مبلغ. كالحان نفس الشيء، لكن توزيع انا تكفلت بالموضوع. بالنسبه للتصوير في قناه العاصمه هي اللي تكفلت بتصوير العمل، زي ما نقولوا ان انت خدمت الاغنيه احنا نصوروا لك العمل، لكن بدون اي يعني فلوس او اي شيء يعني. فما فيش شيء من الحاجات زي هي الاعمال اللي قدمناها ان هي خدنا فيها فلوس الا العمل الاثنين اللي بيه بصراحه. 2014 هل حنشوف فيها البوم جديد لمحمد شليبك ولا لا؟ البوم لا ابدا لا، لان وين الشركات انت الموجوده عندك شركات الانتاجيه باش تدير البوم. خلينا ندوي لكم بصراحه بالنسبه للشركات الانتاج الموجوده في ليبيا تو، عندك شركات انتاج يا اغاني ندوي بالليبي تو ما دام هذا يا اغاني مرسكاوي يا رقي. تمام. نبي نخش المجال هو نقدر في شركات انتاج اننا نقدر ندير الاعمال زي هي، لكن احنا اللون اللي خشينا به او ما بعد تو 19 فبراير اللون اللي مشيت به انا مش من اللون هو، حابب نقدم لون اللي ماشي معي انا بس. لون محمد شليبك بس اللون هو صعب انه مش موجوده في شركات، حتى شركات الانتاج الموجوده هي تو اللي تخدم في زي ما نقولوا اللون الريقي والمرسكاوي، صعب انه يتقبلوا الموضوع زي هو، يشوفوا في الشيء زي ذاك يخدم مليح في البلاد، فصعب انه يتقبل. شوف في ماشي يعني عندي اللون هو، لكن يبي شركات انتاج، واحنا في الوضع الحالي ما فيش شركه جت يعني في البلاد باش تخدم. باه ناخذ خوخه بعدين نكمل مع محمد شليبك. الو السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام. اهلا يا خوخه. اهلا كيف الحال مراد؟ كيف الحال؟ تمام والله لا تمام، صحتكم انتم منورين ما شاء الله. الله يخليك يا رب. خوخه على السريع سؤالك لمحمد شليبك. ايوه اهلا محمد كيف الحال؟ مرحبتين بيك، اهلا وسهلا بيك. شنو في شيء باللودة هنا ولا لا؟ في لا ما فيش تو قحتين. ايوه لا ما عندهمش. ما فيش. بس يمكن نسال قبل ما حضرت البرنامج في البدايه جبناه في جديدك بس هذا هو. وصل سؤالك يا خوخه.
عندك سؤال ثاني خوخة؟ الو سمعنا من التليفون. اوكي سؤال سبق بالرغم من ان هي خوخة ديما تتصل بالبرامجك انت ولا برامج، طبعا جاينا برامج محمد شليبك، مازال قاعده تسمع في الواحد والخط مفتوح. فسؤال خوخة على جديدك جاينا، لكن اطلع لي محمد شليبك الفنان وتعالى محمد شليبك مقدم البرامج. نحي كرسي يعني. اوبا لا نحي الجيتار. بقى قاعده جيتار. اوكي. خشيت على تقديم البرامج وبدأت ببرنامج هدات وغني كان على راديو أجيال، ومن غادي انطلقت في راديو لبدا ببرنامج ميوزيكانا. كيف جت فكرة تقديم الإذاعي؟ والله بالنسبة لي فكرة تقديم الإذاعي أنا كنت حاب، أنا طبعا في المجال هو حاب 3 أشياء، المجال الفني ومجال الإعلامي ومجال التمثيل صراحة يعني. وصح ممكن إني ما نكونش قدهم، لكن حاب إني في حاجات زي هي، حاب إني نشارك فيها، حاب إني نجرب تجربة زي هي. تمام. بالنسبة للمجال الإعلامي كان عندي صديقي ناصر شلش، أكيد الموجود له تحية، مخرج، فهو كان عنده هي كبيرة صديقي حتى ناصر شلش. كان العرض منه هو قال لي إن شنو رأيك يعني نديروا برنامج بما إنك أنت تغني وكذا وهيك، نديروا برنامج يعني فني منك أنت تغني، ونديروا برنامج زي ما نقول هداءات وميوزك كذا. فقلت له يعني أنا يعني لا قاري إعلام بصراحة، يعني لا قاري إعلام خارج نطاق القراية بتاعي، خارج نطاق الخدمة بقى. لكن بالنسبة للبرنامج هو يعني ممكن يجيب يروح يعني انتقادات اكثر من هو ينفعك. لا بالعكس، يعني قصدي نحكيك ان البرنامج هو ممكن يعني يزيد جمهور، هو يعني برنامج يعني يكون سياسي صعب او يحتاج يعني اعلامي انه مخضرم يعني في الموضوع. ممكن يكون برنامج عفوي يعني، حتى طريقه استقبال المكالمات عفويه يعني. فبدينا جربنا الموضوع في راديو اجيال، الحمد لله مشت الامور تمام. هذه اول تجربه كانت غاديكا. من بعد ما وقفت من قناه اجيال جاني العرض طبعا من زميلي حميد بن ضو في قناه لبدا اف ام، وقال لي ان عندنا برنامج وكذا كذا هيك نبغى نديروا تيست ونبوك في الموضوع. درنا تيست لحلقه معينه، بعدها قال لي اوكي تمام يعني، بشرنا وقعدنا في الموضوع ومشت الامور تمام يعني. هل انت شايف روحك انك انت نجحت كمقدم برامج ولا لا؟ هذا السؤال للناس مش لي. انت شنو شايف روحك نجحت ولا لا؟ يعني تو ليك ان شاء الله قريب سنتين تو لا؟ ايه اوكي سنتين محسوبه محمد بالنسبه للزوز. اوكي تمام. فهل انت شايف انت الى حد الان درت روحك خط وجمهور ولا لا؟ راضي على روحك ولا لا؟ لا بالنسبة عن نفسي راضي عن روحي، ودليل على ذلك أن أول شيء أن كقناة مازال محتفظة بمحمد شليبك في البرنامج هذا لمدة تو ممكن لي ممكن تو سنة ونص أو سنة و3 شهور، مازال موجودة معاهم. وفي نفس الوقت يعني على الاتصالات اللي نشوف فيها واللي تجيني وعلى التعليقات وعلى المشاركات اللي معي، شايف أن في حب من الناس وفي الحمد لله. ممتاز. فكرة التمثيل معناها هل حنشوف محمد شليبك قدامك 2014 مرات عمل تمثيلي ولا حاجة؟ شوف فيه نمشي ننفع هنا حاجة زي والله ترى تحرم عليك، ترى تقلد فيا مدير خط حتى انت خلد فيها ولا انا خلد فيها؟ مش عارف مين مديرها الاول. ماشي مع ديكور ماشي مع ديكور البرنامج. بتمثل ولا لا؟ لو حصلت فرصة تمثيل عرضوا عليك نجرب. افرض مثلا يعني ان السيد اسامه رزق ولا حد مخرجين اللي في ليبيا يتفرجوا عليك توا، فيشبح فيك هيك يتلفت تجي منه ما يجيش منه واعطاك الدور، هل حتمثل؟ حياة تجارب. حتمثل طول؟ كيف طول يعني؟ طول يعني من غير ما يعني تقول من غير ما تفكر يعني الفكره موجوده. كمخرج هو حيجيبني بدي لي تيست لموضوع معين. لو من غير تيست يا ودي انت معرفتك تيست، قال لك هاك دور فوت المرحله يعطاك دور قال لك تمثل من غير ما تفكر. لو ان شنو يقولوا ايه السيناريو دي اللي جو ممثلين بتاعنا، لو ان الدور ينفع، لو انه هو لا فعلا لو ان الدور يتماشى معايا انا اكيد يعني لو كانت حاجه هي مش صعبه يعني ما تجيش انت توا يعني اللي ممثلين مخضرمين في شيء زي هو واعطينا دور صعب يجي يحطك هو في الدور هو. لا يعني فاهم اكيد انت كل واحد له قدرات انت كبدايه. لا طبعا معناها ممكن نشوف محمد شليبك ممثل ممكن ما شاء الله مغني ومقدم برامج وللعلم طبعا يقولوا لي فاي كلمه هي قصدي يعني اللي بعدها هو كل سنه كم مره نتلاقى مع شخص يقول لي انا ما عرفتكش انت اعلامي ولا تغني يعني مش معروف. مازال بيمثل مش حتعرفوا شيء. خير جاي خير جاي. حلو. نسمعوا حاجه ثانيه محمد. الشباب الوقت ما عادش عندنا هلبة قديش عندنا؟ لو تزيدونا حتى نص ساعه مثلا، زيدونا نص ساعه بقى، زيدونا 5 دقائق، زيدونا 5 دقائق. حلو نسمعوا فيهم اغنيه بعدين نرجعوا ندردشوا ونسمع اغنيه ثانيه 3 دقائق دقيقه تمام. يلا شنو سمعنا؟ انت شنو تبي؟ قلت لي انا نبي نص ساعه. ناصر مزداوي. نص ساعه. ناصر مزداوي.
عديت انا بحدها فوق رمال البحر مشيت انا وياها كل ليالي الصيف عديت انا بحدها فوق رمال البحر مشيت انا وياها لما جه الخريف ما قعدش الا ذكرى بقيت غير الصبر يكفيني نستناها لما جه الخريف ما قعدش الا ذكراها بقيت غير الصبر يكفيني استناها غربلوني يا وين يا وين يا وين من عربها والله منين والله منين والله منين غربلوني هي منين هي منين هي منين من عربها والله وين والله وين والله وين غربلوني هي منين هي منين هي منين طرابلسية والله منين والله منين والله منين غربلوني هي منين هي منين هي منين شرقوية والله منين والله منين والله منين كان جاكم طير دلوني والنرجع أوصاف شبه القمر تبحان من سواها مشيتها زي الريح خطفت قلبي معاها ما يهمنيش العمر لو ضاع في سبها وارجلوني يا وين يا وين يا وين من عربه والله منين والله منين والله منين وارجلوني هي منين هي منين هي منين سوق الجمعة والله منين والله منين والله منين غرقلوني هي منين هي منين هي منين ليبيا والله منين والله منين والله منين. الله 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 صح لسانك يا الله يسلمك الله يخليك. هي منين؟ الأغنية هي طبعا سمعتها من محمد شليبك في لقاء كان معاه في راديو ليبيا سابقا. معك انت؟ معي انا كذا، انا منين سمعتها امال وقاعده مسجله عندي الاغنيه لحد اليوم وامتى بنكسد الحق هيك تجيني نسمعها نسمع فيها. خلاص سجل حتى. فما شاء الله عليك والله بجد الاغنيه انا متاكد ان ناصر المزداوي لو سمع الاغنيه بصوتك حيفتخر بها. طبعا جداً. اكيد حياتنا لاستاذ ناصر المزداوي. طبعا محرفين في العمل شويه ان العمل الاصلي هو طبعا العمل هذا قديم للفنان ناصر المزداوي وعاطي فيه شو يعني توزيع او لحن غير اللحن هو بس حاولنا نغيره فيه شويه فسامحنا لو غيرنا في اللحن شويه. ايوه ما تضايقش منه. محمد في ختام الوقت نبي نستغل اكثر شيء ونسالك اسئله على السريع نبي جوابها مسكيو نبي جوابها امسكيو لا مش امسكيو اختار بين الاقواس دقيقه باهي بيرو تمام. السؤال الاول هل عندك مشاركات خارج ليبيا ولا لا؟ مثلا برامج لا مو بالعربي مبدئيا لا. الفكره ما فيش مش الفكره كان في مشاركه في برنامج عرب سكتانت مشيت شاركت في طبعا هو ديما الحلقه الاولى تنعرض على الشاشات. الحلقه الاولى مش هي الحلقه الاولى للمشتركين في تصفيات قبلها من وراء الكاميرا يعني فخضت التصفيات الثلاثه اللي كانت وراء الكاميرا وصلت في التصفيه الاخيره ان على اساس بعدين قاعدوا يراسلوا فيها على الايميل بعدين ياخذوا مني معلومات من جديد وياخذوا مني CV بعدين قالوا لي صوره من جواز وحاجات زي هي فكنت اتوقع ان الموضوع تمام. بعدها صار تأجيل للبرنامج فجأة صار تأجيل للبرنامج أنا تأخر برنامج عرب سكتانت. بعدين لما عودوا من جديد داروا دعاية إنه يبوا يستقبلوا إنه مشاركات من جديد. فلما درت اتصالي كان اسمها نرمين اللبنانية درت اتصالي بها وقلت لها هل إن يعني الناس تشترك الأولى؟ قالت لي لا يعني احنا واخدين مجموعة من الأولين بالإضافة لهم بصفهم وقالت لي وان شاء الله لو انه كنت في الاختيار حيتم الاتصال بك بس للاسف ما تمش اتصال بك ما تمش اتصال هذا الموضوع ان شاء الله كنت خيره في اخيرا. بالنسبه لعملك في راديو لبدا مني اكثر واحد ما تحباش؟ من الاخير اكثر واحد ما نحباش في الخدمه اكثر واحد ما تحباش في القناه في الخدمه في كل شيء. انت ناوي تفتن ولا شنو؟ واضحه. شو الهدف الموضوع؟ ما نعرفش. لا مش مسألة اكثر واحد ما نحباش بس شو بنقول لك؟ بالعكس عادي اكثر واحد لما يخش القناه لا نفكر كنت تلقى تضربه. ما نفكر فيه عندك ديما حركات انا ومني انا ومحمد عقيل انا ومسعود لكن ديما ببصاره يعني مش كل شيء بجديات بصراحه. مني اكثر واحد لما تخش الراديو تستريح انك انت شفته. مسعود
ما من ناحيه تضرب فيه ومن ناحيه تريح. لا قلت لك يعني في من ناحيه بصارة قصدي ويعني مع بعض، لكن بصراحه اكثر شخصيه يعني نعتبر فيها يعني اكثر شخصيه يعني عجبتني انا في القناه وتشرفني معرفتي بها وصحتي. اكيد وجه كلهم تحيه العاملين براديو جده اللي كنت اخدم فيه قبل، فتحيه لهم كلهم كانوا يتفرجوا فينا. عندنا تعليقات على الفيسبوك ما حد يزعل. آية أيوتا تسلم عليك يا محمد. نور الشمس ولد بلادي منور. نور الشمس ايضا منور. اقرا تعليقي حاضر. بالتوفيق ليك خوي مراد، مبدع كالعاده. تحياتي الفنان سوق الجمعه ولد بلادي حماده. حاب نسمع غير قولوا لي، سمعتها توا. نحب ندها لسرو وميجا ولوكا لوكا ومعتصم الجربي. وصلت. لبوه الجارحه موفق يا محمد. شنو طموحك لسنه 2014؟ طموحي اول طموح طبعا اني نكمل القرايه نتفكر منها دهشتني. وفي سؤال جاك هو كيف موفق ما بين القرايه ما بين العمل؟ اخر سؤال هو. والله موفق في زوز بصراحه. شاده. موفق في خدمه وقرايه وفن وشويه ثاني تمثيل. ومازال شويه ثاني. ومازال ما ريته شيء. الله اكبر. يعني انت ممكن يعني انت في المجال ممكن يعني خليني من المجال الفني، لكن انت ممكن اصعب انك انت طب وتقدم. يعني انت بنوجه لك سؤال ليك انت. ايه قادر توفق؟ ماشيه. خلاص ماشي والخير جاي. والخير وما ريته شيء. منور محمد. طبعا شكرا لكل اللي تواصل معنا على الفيس. محمد كان عنده شعبيه كبيره لمشاركات معنا. اسف ما دخلناش مكالمات بس لان وقت الحلقه والفقره كان ضيق، فحبينا نستغل محمد قداش ما نقدروا. فحنختم مع محمد. محمد شكرا هلبا انك انت كنت معي في الحلقه. نتشرف انك انت كنت ضيف، نتشرف بصداقتك اكيد. تحيه لكل اللي اتصلوا بينا اليوم، واسف جدا من اللي فصلوا عليهم الخط واللي ما شدش معهم الخط واللي ما عجبهمش البرنامج. ان شاء الله القدام يعجبكم، واللي عجبكم منورين. نتلاقوا يوم الاثنين الجاي اكيد الساعه 8 مساء معي مراد الطويل، وحلقه جديده من هدرة الشباب حتكون قمه بوجود سراج هويدي، وان شاء الله نحاولوا يكون معنا ايضا المخرج الليبي المتالق اسامه رزق في حلقتنا. في فقره شباب ستار مازال في مفاجاه، مازال ما قلت مني مش حنقول عليها. حنختم مع محمد سليبك باغنيه، نبغى اغنيه منك انت. مش ختمنا قبل شوي؟ لا ختمنا من بكري. لا هذيك غير قولوا لي هي وين. ما احنا عندنا ختمتين، ختم بكري ختمه تو. حابب تقول حاجه قبل ما تختم؟ ما عندي. يا ريتني والله ما عندي. اوكي الخير جاي. نختم محمد. لا اليوم 31 هو خش 31 ولا مازال؟ ترى قريب يخص. خلاص الخير جاي لسه عارف. اوكي مني نيت صبحوا لي الف خير. وختاما مع محمد سليبي. اول عمل هو العمل من كلمات والحان زميلنا اكيد وصديقنا عمر الزغداني. العمل اللي هو فحبينا نشاركوا به اليوم نختموا به الحلقه. اسم العمل بنية 20. بنية 20 جنبنا لقينا مليان دموع وبحزنا حسينا. بنية 20 جنبنا لقينا مليان دموع وبحزنا حسينا. ويلا لا 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 ويلا لا 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 ويلا لا 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 ويلا لا 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 لا. كانت مهموم بابا يا جبرية، صبرتها الهون وضحكتها السورية. هدرسنا نسين وكان وغنينا، صافت القلوب وبنت ضحكت علينا. غنى